Média, la radio de toutes les générations. السلام عليكم أصدقائي صديقاتي إخواني أخواتي، مرحبا بكم على أمواج إذاعة ميديا، ونحن معكم دائما في الاستماع إلى هذا البرنامج، برنامجكم برنامج موزايك. الضيف ديالنا كما ذكرنا وكما شفتوا في المواقع الاجتماعية اليوم في يوتيوب وكذلك الفيسبوك، تقلب على الشارجور ديالو جاي ياخذ الضوء. مرحبا به. عندنا الضيف ديالنا جا من مدينة مراكش. الضيف ديالنا هو عبد الرحمن أوعبد والمشهور بإيكو، ضيف موزايك. شحال حنا تنتسناوه، جاي معاه بزاف د الحوايج ما يقول لكم ويقول للمستمعي إذاعة ميديا. تحية مراكشية وتحية للمستمعين بمراكش وكذلك نواحي مدينة مراكش والمستمعين اللي غادي يرافقونا هذه العشية مباشرة مع إيكو لاباس. مرحبا فرحان إيكو. تما صاحبي مراكش هاك الماء، هاك الماء وهاك الحلوى. هاك تشرب كويساتين قبل ما نبداو الهضره معاك. خذ راحتك اخويا. انت الناس ديال اتاي ولا ديال القهوه؟ تف ميت اسميت تف ميت شرط ومول الطر فرط. واخا درتي لنا شويه الفوضى في هذه الصينيه، قلبتي لينا اتاي عليها وداك الشيء، المهم سي با غاف. واش قلب الله يحفظك. لا راه مشحر مصوب مقاد مزيان. هادي واحد النكته كنطرات لي على السكر على اتاي. اييه جابوا لي واحد السيرفيري وقيله البارح قال لي هذا هاك اتاي فيه السكر. قلت له الله يشافيه. والله يشافي جميع سميتو كاع المرضى، كاع المرضى الله يشافيهم في هذا النهار وحتى انا راه تندير شي حاجه لهم ديما ضروري باش ينساو الناس الامراض ديالهم، باش ينساو مشاكلهم. فهذا هو فجبنا الموضوع نيت، فهذا هو الهدف ديالي. نعم. اذا انت الضيف ديالنا وجيتي بعد ما قررتي انك غتعتزل، ولكن قلتي غتعتزل حتى تدوز في موزايك ومن بعد غتعتزل. هذا الشيء اللي كاين. اللي داز هنا ما يقدر باقي يعتزلش. علاش قلتي انك بغيتي تعتزل؟ انا تنتقفض لك، شتي انا تنطوي الدقه الاولى علاش بغيت نعتزل، ودخلنا في البرنامج قازح من الاول علاش بغيت تعتزل. هذا خلعتينا منيش انك غتعتزل، قلنا خاصك ولا بدا دوز موزايك نعرفوا السبب ديال قرارك الاعتزال، ولا بغيتيش تقولها دابا من بعد؟ نخليها من بعد. نهضر على واحد الحاجه مهمه، يلاه هضر. هذه هي اللي ضروريه. نعم. لان غادي تبقى شهاده حق. اولا تنشكركم بزاف على الاهتمام اللي عطيتوني. مرحبا خويا. على الضيافه ديالكم باش تحط واحد الفنان في واحد المكان اللي تيليق به، تحطوه في واحد البلاصه وتكبر به. هذا شكرا لكم على هذا الشيء اللي درتوه. راك عرفتوه هذا اقل حاجه على لا ريزيرفاسيون ديالكم اللي تنشكركم عليها. باش انه تجيب فنان وتحطه في 5 ايطوال وتعطيه بزاف د الحوايج، فهذا تيخليك انك ترتاح وتحس براسك انك فعلا عندك ناس تيهتموا بالفن. شكرا على هذه الاداره ديالكم اللي بصراحه قلت لك غنقول الحقيقه. انا بغيت على الحقيقه في هذه الساعتين. لا الناس مقادين. ولاش تشوف فيهم؟ شوف فيا انا. لا حتى هما تنهضر معاهم دابا. انت الكاميرا خليتيها ومشي دورتي وجهك ليه. الناس اللي خلفنا مساكن اللي طالقين اللي بلا بهم اللي في الكواليس مول البطون ومول البطون الاخر ومول الكاسكو. هاد الناس تا هما ما مشهورينش ولكن مهمين. شكرا لكم. عطينا داخل الميديا بحال هادي غنوصل الرساله وغنضحك. نضحك بالرساله باش تكون خفيفه وزوينه. فالبونسمون هو الضحك في الرساله. تاكل شي حاجه باش تهضم ما يكون لا حريق لا والو. هذا انا داخل الميديا اول مره وعجبني الحال، لانني اول مره غادي ندخل سميتو بحال دخل شي كلينيك، خاصه بان لي واحد لابس طابليه مكتوبه فيها ميديا صاحبي. هذا اللي تيدوز من بعد والله بان لي بحال ريسبسيون الكلينيك، زعما كل شيء وجهه ابيض، الناس فهمتي زعما. والله لا قلت بارك الله. لا غاديو عندكم وانا مستعد نخدم معكم فيه كاع. فيه كل شيء نقي، كل شيء زوين. ما تنسبغش، راه ما تنسبغش. لا نقول الحقيقه. انا عرفتك انت ما تنسبغش. ميم لو ستوديو عندكم زعما بيان ايكليغي زوين.
تزيد شي ساعتين اخرى نبقى مكانه. حتى الراحه تنقلب على الراحه، فهذا جواب على الاعتزال، تنقلب على الراحه. والراحه انا ما تنديرش الفن باش نكون فنان، في بعض المرات تنسى راسي واش انا فنان. هذاك هو السؤال اللي كنت بغي نطرح عليك، علاش دير الفن؟ واش فقتي الصباح ما لقيتي ما دير قلت انا غنولي انايا فنان؟ لا لا الا فقتي الصباح ضحكتي هذه انت الا فقتي على تقدر انت تفيق الصباح تولي مدير شركه. ما كاينش اللي يسمع لك، لهذا تكون يقول هذا احمق هذا. ايه وافيق انت الصباح وولي بيلوت يا سير دخلي مع المطار لما تسمع راه بعدا غير التصويره نشوفوا كي يديروا. ما عليناش. انا الفن تنزاولو ملي كنت صغير تخلقت فنان. خصك تعرف انني انا ما تنبيعش الفن، تنبيع الباكتاج كامل كوليكسيون. عندي قلب الفنان، عندي ليتين الفنان، عندي وجهة الفنان، عندي راسة الفنان، عقلة الفنان. ولا كان هادشي كامل متكامل عندك ما عمرك غتأذي شي حد. ما يمكنش تأذي. راه الفنان تخلق من تيتقال. والفنان في اللغة العربية عندها واحد الشرح آخر. الفنان وماشي هو الاسم الحقيقي للفنان، الاسم الحقيقي للفنان هو المفن. شي انت وليتي معقول هكا تهضر؟ انا معقول اصاحبي. بغيتي نتفلى دابا شكون تيهضر معايا؟ ما عمرني هضرت. بلاتي شكون تيهضر معايا دابا؟ عبد الرحمن ولا ايكو؟ دابا تيهضر معك عبد الرحمن صافي. تنهضر دابا بالافكار اللي عندي اللي ما تنشاركهمش مع الناس واللي ما تعرفوش عليك، اللي ما تعرفوش على هذا الشيء علاش جيت اليوم. مرحبا. اسمح لي نحيد لك، بغيت نقول لك حل عليك. داير كرافات فيرتويال باش نقدر نزول الفيستا ديالي. هي هذا اللقاء راه هو مصور، غادي اكيد غيشوف. يا سخنتي دابا بحال دوك الفرارج هنايا تيديروا لهم الضو باش يكبروا دغيا، حتى الحوايج راه غادي عطي اللويزه من الدجاجه. فراسكم نتوما كالم في هذا الاستوديو، عرفت علاش؟ حيت معكم اللويزه. اييه اكزاكتومون. اللويزه راه تتكالمي. سي منتصر. نعم اخويا. انا تخلقت فنان، والفنان كما قلنا راه فنان، والاسم ديال الفنان فالفنان في القاموس اللغه العربيه فهو الحمار الوحشي باللغه العربيه في القاموس. والفنان هو كان لماذا سمي بالفنان؟ لانه هو كان يتفنن، خلق الله سبحانه وتعالى متفنن، كان يتفنن في طريقه ديال الهروب من العدو. فهذا سمي فنان. والانسان الذي يزاول مهنه الفن فهو المفن. دونك انت منين زاديتي عرفتي راسك مفن دابا في اللغه العربيه تنهضروا تنشرحوا. دابا تنهضر بداك الشيء اللي بحثت وداك الشيء اللي اسمه، لان اللي وصلني انا كانت عندي موهبه خلاتني نبحث ونعطي كل شيء ونضحي على قبلها. بينما الموهبه فاش كانت تكبر عندي الموهبه ما كانت خصتني كاميرا فقط. فهاد الكاميرا جات عن طريق جمال دبوز، وجات عن طريق الفيسبوك، وجات عن طريق حسن الفن. هاد الناس كلهم ساهموا باش يكونوا واحد الشهرة. ولكن كان عندك تجربه قبل؟ تجربه ما غاديش نقول لك زعما كبيره ولا صغيره، تجربه متواضعه، تجربه بسيطه. كنت تنتقرب من الناس لي بروفيسيونيل، تنعيش معاهم. انا طلعت للخشبه في عمري 7 سنين. كيف ما غاديش نجيو كما قلتي. انا غنجاوبك على السؤال ديال فقت الصباح وبغيت نولي فنان. ما غاديش تفيق الصباح تولي فنان الا كنتي انت فنان. حيت اشنو ترى تتسنى القدر، تتخدم باش توجد، باش تسنى. فهمتي؟ لقيتي شي واحد اللي يعاونك في الاول؟ بزاف الناس عاونوني، ناس في الدرب تيسمعوا ليا. نعم. عاونوني ناس في تنطلع لشي سهره، شي جمعيه بسيطه في دار الشباب تيقول لي تضحكنا، راه درتي داكشي زوين. ما تتعياش مع ان الناس يقول لك راك تضحكنا؟ كيفاش؟ ما عيتيش من هذه الهضره؟ تبارك الله عليك راك تضحكنا. لا بالعكس، انا دابا اللي تنبغي من الجمهور انه ما يحتاج كاع يشكرني. هادشي تنديروا ليه بلا ما تشكرني، هذا واجب. ولكن محبه الجمهور تتعطي واحد الانرجي، واحد الباور، واحد الدفعه للفنان. وتنبغي نناقش معاهم مواضيع جمهور. انا الا وقف معايا شي واحد قال لي تصور معايا وقال لي عاود لي شي نكته تنتقلق. الا وقف معايا شي واحد وقال لي السي عبد الرحمن منين جاتك الموهبه، تنحس براسي تنهضر مع واحد الناس تنتقرب بيناتهم. نعم. ولا يقول لي كذا من كذا. نعم. الوغ دابا ما يمكنش غادي نهزوا فنان من الفيسبوك ونحطوه على ارض الواقع، ما غتلقاه. ما غاديش يقدر يدير سبيكتاكل. بينما يقدر يدير لو بوز ولكن ما يقدرش يكمل، لان دابا الفيسبوك هو محطه دزنا منها. غير وقفنا تصور. تخيل معايا انت ماجيسيان، دا غادي عندك سبيكتاكل، غادي تتبحث وغادي وقفتي في قهوه، شربتي مع الناس القهوه، ضحكتي معاهم، قالوا ما يمكنش، وما يشدوك في هذيك القهوه وما يفرقوك في المدينه ديالهم وليتي مشهور فيها. هادشي اللي وقع. انا كنت غادي على المسيره، من بعد نزلت في الفيسبوك، شافوا الناس هذاك الشيء، الحمد لله تفاعلوا معاه، عجبتهم، دخلتهم بطريقه عاديه ما فهمتش حتى انا ما كنت جيت نصاوب لو بوز ديالي، ما نعرفش نصاوبو هكاك. نعم. لو بوز تصاوب هكاك بالقلب، لان ديما داك الشيء اللي في القلب تيبقى غادي، واخا تنعس يبقى قلبك خدام. اذا هادو من اللقاءات ديالك اللي جريتي. كاين فنان مغربي
اللي عندك معاه ذكريات يمكن نسيتيها هو ما نساهاش. معنا سعيد الناصري مباشره. الو سي سعيد الناصري. الو وي خويا لاباس عليك؟ لاباس عليك سي سعيد الناصري، ومعنا الضيف الله ديالنا. يعطيك. شوف انا معاك، غنعطيها واحد لوغ ديال واحد 3 ساندويتشات وسويت وانا واخا على ما تعطي واقف عند بول الساندويتش باقي ما تغديتش. يلا عطيني ساندويتش انا. باقي عطيني واحد احنا تسمعوا الناصري. اللحم واحد، انا ما كاينش اللحم ياك هذاك، كاين العواج اللحم، واعطيني واحد دجاج. دابا انا معاك يا منيو انا معاك اخاي منتصر، كلشي بخير. والسعيد الناصري تياكل الساندويتشات زعما؟ بيان سور سعيد الناصري ولد الشعب كياكل كلشي. السلامه. لو كان يقول لك انا لو كان تسولني على الساندويتشات اللي انا دابا الان في واحد المحل بلا ما تقول الاسم ديالو. نعم وسلم عليهم. نعم كيسلم عليكم السي منتصر. راكم دايزين دابا في الراديو، الا شعلتي غتسمع هذا الشيء. الوغ السعيد الناصري الضيف. كاين واحد الحل عندنا في الدرب من داك الرفيع كيصاوب داك الشيء زوين ديال لي ساندويتش، ما نقولش سميتو باش ما تقولش كدير الدعايه. اييه زيد. سعيد الناصري عارفيني فين ساكن هذا غيجيو. سعيد الناصري الضيف ديال والله ما يخليني نهضر. سعيد الناصري. نعم اخويا. الضيف ديالنا هو ايكو. ايكو تبارك الله عليك. سي عبد الرحمن او عابد. يعني واحد الذكريات كانت معك يعني مع سعيد الناصري، معك انت يا ايكو. سيدي سعيد، انا السي ايكو لاباس عليك وشي بخير. ذكرتها، قال لي واحد الكلمه، قال لي نسيتي سعيد الناصري، هو ما نساكش، بالعكس ذكرته هو والسي فؤاد خيري. كنت انا في واحد لا راديو في الرباط، وكان جا عندنا وتقرب منا باش انه يدير شي حاجه قديم، شي حاجه لينا. نعم شي حاجه لينا حنا، ماشي ليه. هو ديك الساعه الحمد لله كان مشهور، يعني بغى يساندكم وبغى يعطيكم واللي غادي نقول لسعيد الناصري انه راه باقي عندي الفيش ديالو. ذكرته في عده راديوهات، باقي عندي لافيش اللي كنا دايرين وكيفاش كان تيشوفني وكيفاش سميتو. نعم. سعيد الناصري شنو شفتي نتايا في ايكو؟ ولكن سعيد الناصري تعرفوا انه شافني قبل ما يشوفني بزاف الناس. نعم زعما شافني في 2004 السي سعيد ياك. والله ما عقلت باللي درنا اول فيستيفال دي مور كنا درنا لا سواغي، كانت دازت، كنا درنا لا بروميير ايديسيون لا دوزيام ايديسيون، ولكن قبل من هذا الشيء كله هو كنا درنا واحد الحفل ديال لي جون طالون داك الشيء، وكان ايكو جا من ضمن الاخوان اللي الشبان اللي شاركوا، كاين فيهم دابا شي 3 اللي تبارك الله راهم بارزين، الله يكمل عليهم بخير. وانا كنت دائما تندينيشي هاد لي جون طالون اللي كيبانوا، لان كان تيخلع لي لا غوليف، كنقول ما كايناش، لان نهار غادي يحيدوا هاد القدام كيف ما حيدوا القدام اللي قبل منا ونحيدوا عنايا. نعم. شكون اللي غادي يكمل المسيره ديال الكوميديا وديال الفكاهه في البلاد، خصوصا ان المغرب خص يكون فيه دائما، لان واحد الوقيته عقلتي في السبعينات والثمانينات كانوا مجموعات قويه في الفكاهه، يعني من بشعيب البيضاوي وقشبل وزروال وسميتو بزيزو باز يعني لا بزيزو باز يعني من بعد، يعني هما لا جينيراسيون اللي قبلهم بزيزو باز راه باقيين خدامين الحمد لله. يعني كاين قبل منهم كان عبد الرؤوف، كان داسو كينو الزعري. نعم. كان هادو كلهم ناس، وكان عبد الجبار الوزير وبالقاس الله يرحمه. كانوا ناس اقوياء في الكوميديا، كنا دائما عندنا، وكانوا رباطيين حتى هما. كان العربي الضغمي كان تيدير الكوميديا والسكتش مع محمد احمد الازرق وعبد الرزاق حكم، رغم انهم كانوا ممثلين ولكن كانوا في نفس الوقت كيديروا سكتشات تمثيليات كوميديا. طيب العلج كان مشهور بالكوميديا، اكبر الاعمال ديال موليير ترجموا وعطاهم واحد اسمه واحد الصبغه جميله جدا. فانا بغيتك تهضر لي دابا بالضبط على ايكو، يعني شنو شفتي فيه نتايا؟ ايكو شفتو غادي يخرج واحد الوليد غزال، كان عنده القبول بعدا هو الاول، لانه مرضي ميمته، واللي كيعجبني فيه هو انه مرضي مع امه، واللي كيكون مرضي مع والديه تيكون عنده واحد ما عمره ما تيخيب. هذاك ما تيخيبش، لان اللي عنده القبول ما عمره تيخيب. ورغم انه اللي كان كيخص يكون اللي باقي تيخصو هو انه يكون عنده اون ستركتور اللي تنصحو وتوريه اشنو هي لي سوجي اللي يهضر عليهم، ولا لي سوجي كي دوا ايفيتي اللي ما خصوش يهضر يبعد عليهم. حنا المشكل اللي عندنا في المغرب هو ان كل واحد فينا كيطير بوحده، ما عندناش ان باك اب، ان ستركتور ديغيير ولا ان ريكول اللي تيبدا يقول لك راه هذا لو سوجي اتونسيون، هذا الخط الاحمر هذا يفو با ديباسي، هذا لان كاينه تقاليد وعادات في المغرب
نعم. نعرفوها ونحترموها ونبقاو محترمينها. نعم. ولكن هو كموهبه تبارك الله عليه غادي مزيان، خصو كيف ما جميع حنا خصنا مواضيع، لان الموضوع كاين ازمه ديال الموضوع في المغرب وفي العالم كله. خصو يقلب على مواضيع زوينه واخا. اللي غتاكل نعم. اللي يبان في واحد المستوى عالي. الوغ بويسكو نتايا فنان ويعني كوميدي، وهو يا فنان تا هو كوميدي، بغيت نعرف واش الكوميديا عندها واحد لا لين روج في المجتمع ديالنا العربي اللي ما خصناش نفوتوها، يعني لين روج اللي ما نقدروش نمشيو ليها، يعني في نظرك؟ ماشي غير شوف، ماشي في المغرب، هي في العالم كله. نعم. الحريه ديالك كتسالي كتنتهي الحريه، كتنتهي الحريه ديالك كتبدا الحريه ديال الاخر. نعم. يعني بيان سور اون بو ريغولي دو تو مي دون مانيير بلو سوبتيل. لان تنظن تبعتي شنو جرى له ملي دار داك السكتش ديال مول الحانوت، يعني ناض صداع وداك الشيء. علاش انا عيطت ليه دابا؟ لان حتى واحد ما بان لي ساندو. وانا بغيت نقول لهم بان هذه القضيه اللي دار هو وقعت لي انا في 1988. شنو جرى لك سعيد ناصري؟ نفس الشيء، كنت تكلمت قلت واحد سكتش وقلت فيه الشلح، وشي اخوان تقلقوا وداك الشيء وما عجبهمش الحال وعيطوا لي وقعت المساله. ورغم انني كنت انا اول واحد ترجم البانديه للشلحه، اول فيلم كيترجم للشلحه هو سعيد ناصري. كنت باقي صغير وما عارفش بزاف الحوايج. كذلك وقع لي مشكل ملي هضرت على البريزرفاتيف، كانوا الناس تقلقوا شي وحدين، نعم، خصوصا الناس ديال الدين. نعم. وهذه المسائل عشتها وكنت بوحدي لان ما لقيتش اللي يساندني. دابا انت تتساند سعيد الناصري. بغينا نقول بانك انت غادي تكون ضيف ديالنا الاسبوع الجاي بميدي ان، يعني الاربعاء الجايه 11 فبراير غتكون ضيف ديال الموزايك، وغادي نتكلموا على بزاف المواضيع. الوقت سيداهمنا، يعني شنو تقول لسعيد الناصري ملي قال لك انه الناس ما ساندوكش هو تيساندك من الفنانين؟ سعيد الناصري هو واحد الغرام اللي سبقنا حنا وعرف بزاف علينا بان التجربه مهمه. هو دوز التجربه وحتى هو كان عنده موهبه، وحتى هو ربما خرج من واحد البلاصه منين خرجت انا وخرجوا جميع الفنانه، لان كلمه ولاد الشعب راه كل شيء ولاد الشعب. الحمد لله حنا كنا ولاد الشعب، ما يمكنش نكونوا ولاد السماء، حنا نعم. ولاد الشعب كنا سعيد كانت لي تنشكره على واحد المساعده قدمها لي في 2004، انه جعلني انني نبدا الحلم ديالي في الخشبه ونكملوا. جاو ناس من وراه هما كملوا لي هذا، وصلنا حتى لهذه البلاصه، توصلت لهذا المقام الحمد لله اللي وليت تنتواصل مع المغاربه بسرعه. تنشكر سعيد الناصري. شكرا لك سي سعيد الناصري. المسانده ديالته تنتمنى ليه دغيا حيت ما بقاش الوقت. يلا انا ملي كنقول تنساندو فما تعنيش انني تنشجعو انه يكمل في ذاك الطريق او لا. لا انت قلت لا فهمنا. قلتي انت في ذيك الوقيته اللي كان محتاج انه الناس اللي يعاونوا. فوالا لا فهمناك سي سعيد الناصري. فهمتي شنو نقول لك؟ لا فهمت. الاخوان الامازيغيين نعم. ما يقولوش راه سعيد، بالعكس حنايا كلنا اصل ديالنا راه كله امازيغي الحمد لله، وكنفتخروا بالامازيغيه ديالنا. نعم. غير خصني نتفاهموا بعض لي جون اللي ملي كيبداو يهضروا في بعض المواضيع راه ما تيقصدوش بها شي حاجه اللي بانهم نعم. لا بالعكس. نعم. كاينه لا بون فوا، كاينه نعم. ما كايناش لا موفيز فوا. وانني كنصح السيدي ايكو انه يبدا يقلب على ناس اللي يكتبوا لي مواضيع مزيانه. نعم. ويسير الطريق ديالو ما يخلعوش هذا الشيء هذا. نعم. بالعكس خصو يفرحوا ويعرف بانه راه الناس كيسمعوا له. هذا هو اللي بغيت. تنشكرك على هذه الكلمات الجميله وهذه باقات الورد اللي عطيتي الايكو. سعيد الناصري الضيف ديالنا مباشره الاسبوع المقبل على ميديان نهار الاربعاء، ونخليك تاكل الساندويتش ديالك سي سعيد الناصري بالصحه والعافيه. اذا الضيف ديالنا مستمعينا الكرام هو ايكو. عندك ما تسالوا سعيد الناصري؟ الحمد لله كاينه الفنانه كلهم راه قلت لك الفنان ما يمكنش يأدي ولا ما يمكنش سميتو. وكل فنان عنده الرأي ديالو، كل فنان تيمتاز بواحد الحاجه. كيف دابا ما يمكنش احنا كفنانه راه ضروري تيبقى فيك خوك الفنان. حيت الفنان لاش تخلق. بغيت نعرف الفنان لاش تخلق. الفنان ما تخلقش باش ينوض الفتنه ولا باش يعاير. واش انا غنخسر جمهور؟ راه امبوسيبل. بينما الموضوع كله كيتعطيه هنا اللي تختلف الاراء. هنا المواضيع انت اللي تكتبهم؟ المواضيع تيخرجوا من الداخل ديالي. نعم. يعني ما كاينش معك شي فريق اللي تكتب لك ويقول لك ها التوجه، ها شنو غدير او شنو هدير؟ يعني تيدخل لك في الافكار ديالي. انا ربما الا شفتو في الانترنت نهار غادي بديت نهار شافني الجمهور بواحد الطريقه وشافني جمهور اخر بطريقه. نهار شافني الجمهور في الفيستيفال دو غير مع
جمال الدبوز والاستاذ الحسن الفد ماشي هي كي شافني في فيسبوك، كيف تختلف هي النظره. نعم. انت الا تلاقيت معك في لوتيل بحال البارح انا كنت لابس طاقيه وعادي الناس ودابا صبحت كلشي تيقول لي جيتي لابس مزيان جيتي. الرؤيه فاحنا تنحكموا على المظاهر، تنحكموا على فين شفنا الانسان باش نعطيه واحد الحاجه. ما عمرنا تنفكروا شنو عنده في عقله وشنو تيدير. انا الكوميديا من صغري تنديرها ومن صغري وانا تنمارسها سميتو، لان الا جيت نقول لك دابا فسميتو ما تنهضرش على الاحترافيه، تنهضر على الخدمه اللي تندير. انا مولوع تنعشق هذه المهنه اللي تندير. قبل ما تكون مهنه كانت عندي انا شي حاجه اللي حياتي مشات ليا فيها، عطيتها كل شيء. ولكن ما ندمش. علاش غندم؟ يعني قلتي حياتي مشات ليا فيها. مشات لي حياتي في الاجر. ايوا الحمد لله. كبير. ايوا الحمد لله. غادي تلقى امهات تيضحكوا. المشكل ديال الامازيغيين راه ما باقيش ينسبوا الامازيغيين. المشكل ديال واحد الفئه ماشي حتى منهم عايشه في اوروبا. نعم. غادي نديروا معك وقفه مع سكتش وراجعين لك. الضيف ديالنا هو ايكو هاشتاغ موزايك على صفحه فيسبوك. مرحبا بكم. بغيتوا تروحوا الاسئله للضيف ديالنا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مراكش اخويا الله يعطيك العافيه. ايكو الضيف ديال موزايك، وغادي نديروا معك اول وقفه موسيقيه من اختيارك، وانت ولد مدينه مراكش اكيد غنديروا الفناير. تحيه كبيره لهذه الفنانه اللي باقي محافظين على التراث. تيحافظوا على التراث صعيب باش تلقى الراب في كلمات. ولكن هذا القطعه الاخيره ديالهم عشاقه بالله خداو فيها الريغيتون ستيل اخر. ما عندهم الحق لانه ما فرطوش في تراث البلاد وما فرطوش فينا. وهذه هي الرساله ديالتهم. ديما فين ما لقيتي الفناير انا شفتهم في هولندا لعبوا في واحد المسرح تبارك الله اللي كبير شرفون. انا كمغربي ماشي كمراكشي، كمغربي تنحمل سميتو كعربي. لقيت راسي واحد الناس واقفين تيديروا لي بريزونطاسيون تماك ديال تتصور انت اوركسترا غربيه تتعزف معك واحد الحاجه والناس تيغنيو فوق. نعم. التقاليد ديالنا والتراث ديالنا. اذا غنستمعوا. فشابوا الفناير وكملوا في العمل ديالكم، راكم ولاد الناس وشكرا على تربيتكم. اهلا وسهلا بالفناير قريبا على موزايك عشاقه من الجديد ديالهم. الضيف ديالنا هو ايكو. غنواصلوا معكم بعد الموجز الاخباري. L'invité de Mosaïque. تحية لدي جيفان بهذه القطعة الجميلة اللي من الألبوم ديالو موراكن تاتش. تتعرف دي جيفان؟ راه ساكن حدايا. جارك خويا هذاك. إذا أنت ولد مراكش، تزاديتي وكبرتي في مراكش. هنا حومة. هنا حومة ساكنة حلومة. العار يا العار. هنا حومة؟ هنا حومه. انا ولد جيت في وسط واحد 3 الحومات. جيت من وسط بن صالح وضرب ضباشي وانا ساكن في سيدي بوالعباده. السلام. درب التوله. اهلا وسهلا. انت من الصغر مني تزاديتي كي كنتي مني كنتي صغير؟ بغيت نعرف. اكثر من هكا مازال تنقص لي الجهد. درت عقلي. علاش بغيتي دير عقلك؟ انا زعما درت عقلي وليت كبرت وليت انا شنو نقول لك اشنا هو اللي جعلني نكون فنان. هو الجبهه. كيفاش ما كنتش تنحشم فاش كنت صغير. كانوا الناس جالسين تنعاود شي نكته وتنهرب تنطلع للطوبيس تنجري تنجيب دوره من الدخول. هذا الشيء ما عارفينوش بزاف الناس. كيفاش تجيب دوره على الطوبيس؟ تنطلع للطوبيس تنغني شي اغنيه ونجي ننزل في حالاتي بالزربه. كنتي محمق والديك؟ كل شيء كان معروف. انايا تعيطوا لي. نقول لك واحد الحاجه ما عمرني قلتها في الراديو. اللقب ديالي اللي كانوا تيقولوا لي فاش كنت صغير هو قشقال الحريري. قشقال الحريري. كنت نجمع القجاقل. عرفت شنو هو القجاقل؟ المعن. لا لقيت شي قصديره في الطريق نجيبها يعود نجيبو ونصاوب به شي حاجه. كانت هذه هي خدمتي. قشقال الحريري. حنا من عائله المراكشيين اللي عندهم اسماء تسمي ولادهم واحد السميات شكال باش تنضحكوا. دارنا كلهم تيشدوا فيا تنشد فيهم. من صغرنا تيبان شي واحد في التلفازه تنقول لي هذا فلان هذا فلان على خوتنا وهذا تنديروا شي حاجه بيناتنا. انا كبرت اصلا في دار كوميديه. يعني شكون اللي كان عندك كوميدي في الدار؟ امي الله يخليها لك. الوالده ديالي كانت كوميديه. حيت بغينا نقولوا للمستمعين حنا بغينا نعيطوا للام ديالك. قلتي راه مسكينه ما تعرف ما تهضر غادي تقول لي الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. وراه هذيك فيها كل شيء. لا ما بغيتش. ديتي الفورفي كله. تتحرج حيت الوالده ديالي راه حشوميه. راه هي اللي ربتني. هي اللي خرجتني بحال هكا. خصك تعرف بان كل واحد
ربات فيا ما نحقدش ما نحسدش، هي ندير الحاجات زوينه وجاتني الموهبه، والموهبه كانوا معها عرفتي في الصغر كانوا معها البليات وداك الشيء ما قصدهمش، حيت كنت تنجلس مع الناس اهل الذكر واهل القران هما اللي كنت نستافز منهم، تيقولوا لي ضحك وضحك معنا وغني لينا، غير ما ديرش شي حاجه خايبه. بزاف دابا شنو هو اللي خلى الجمهور، واحد الجمهور ماشي الجمهور كامل ولا ماشي حتى الامازيغيين، واحد النوع الناس اللي خلاهم انهم يتقلقوا وما ما عارفينيش انا اصلا في الداخل ديالي، حكموا عليا وصافي بانني انا ما نقدرش لا اجي شي حد، راه ما يمكنش فنان يخسر واحد راه فهمتي. شوف نعم حيت ماشي هادشي انت هذه تربيتك تدوي على الام ديالك. تربيتي انا اصلا نعم. انا بعد علاش اخترت الفن حيت تنبارطاجي مع الناس. انا من صغري كنت تنفرض على بنادم يسمع النكات ديالي، تنلقى بنادم جالس وتنقول لهم انا غادي ندخل تنبدل الجو، تنعاود نجلس تنحس براسي انا درت شي حاجه كبيره، باقي عندك ما تقول هذاك الشيء باقي تبارك الله عندك ما تقول بزاف د الحوايج. انا فين تقلقت ولا بقى فيا الحال واخا ترجعوا لهذا الموضوع، انا ما بغيتش نرجع له، انت اللي رجعتي له غير حيت لداخل تيهضر الانسان هكا داير، لان انت تضريتي ماشي تضريت بقى فيا الحال على علاش الفنان مسكين في هذه البلاد سميتو علاش تتلقى في اوروبا الناس يهزوا الفنانه ديالهم حتى الفوق، هما كل شيء. راه الفنان راه عنده حاجه واحده علاش تخلق، هو راه ما تيتشراش الفنان عباد الله، راه ما تيتشراش، راه الفنان ما تيتشراش. راه الا شديتي واحد الانسان وشديتيه وديتيه للمدرسه باش تقري الكوميديا وضحكها ما يمكنش، راه تيخلقوا الله، راه الفنان من تيخلقوا الله. عاد خلي انا غير واحد، عاد خلي بزاف الفنانين شنو تيعانيو. انت منين تزاديتي عرفتي راسك انك غتكون نجم؟ هادشي ما فيهش الكذوب، ماشي انا ما تنهضرش على راسي. انا دابا تنكون غادي في الزنقه وراه قلت هاد الدراري البارح ما عمرني عرفت راسي واش ايكو، تنكون غادي تنسى راسي شكون. كيفاش اختاريتي ايكو؟ جات من الصغر من ديك درت الموسيقى درت عاود زوينه. بلاتي نحيدوا الجينيريك ديال ليميسيون. كنت نقلد الصوت ديال الماكينه نجاره فاش كنت صغير تندير شي حتى كنتي عندي واحد الحاجه ما عمرني درتها للجمهور. فراسك عندي بواط دونوي في ظهري، الا حطيتي ودنيك هنايا تبدا تنضرب وتتسمع. انا غنوض دابا يلا زيد انا نايض. غادي تنديرها كنت نديرها لا سميتو لي زيترونجي في مراكش. دير بيديا بجوج ودنك دير ودنك نحط ودني حط مزيان. واش فهمتي؟ والله لا. شوف اجي نجربوا انا وياك حاجه زوينه عندك بحال اللي تتكون في ديسكوتيك تسمع داك الصوت الاول. دير لي الميكرو في ظهري واش تصدق. نجيب لك ميكرو نجربها حتى هذه فكره. يلا زيد. صدقات والله لا صدقات. ما قال لك سعيد الناصري سعيد الناصري تحيه لسعيد الناصري باقي الروح ديالو باقي معنا. سعيد القادري ويقول لك سعيد الناصري. بزاف د الحوايج ما عارفينهمش على الجمهور. فراسك الناس انا عندي واحد التيو عرفتيه تنقبطوا انا منين جيت تقول لي التيو عرفتي حيت راه كلنا العصا ملي كنا صغار في التيو. كاين واحد التيو عنده تيتبع عند البلومبيلا دورتي تعطيك فرقه موسيقيه باقي ما وريتهاش للجمهور. باقي بزاف د الحوايج ما عارفينوش عليا حيت انا بغيت ندير شي شتي اللي كيعرفني شويه هما الناس اللي تيتفرجوا في السبيكتاكل ديالي شتاتاتا تيفهموني علاش تنهضر. تصور في شتاتاتا السبيكتاكل ديالي حيت انا دابا تطيح لي الفكره وتنجلس نفكر ليها ونقادها، ولكن تيخصني ضروري واحد الاستشاره باش نعرف شنو فهمتي، باش اما نزيد عليها اما نحبسوها اما نقادوها. كاين عندي صديق ديالي صديق الطفوله هو عبد العالي المار. انا تنوجد الافكار وهو تيجلس معايا لانه عندنا نفس ستيل. والحمد لله دابا راه ولا تيكتب بزاف لي كوميديان. نعم تيوصل حتى معايا انا وتيقول لي يكون راه ما كاين ما نخبي عليك قد معايا وهذا زعما حتى هو تنحييه من هذا المنبر اللي حتى هو ما بقى معايا وسميتو لان يدو حدا ما تتصفقش. ولكن باش نشوف شي واحد كيفاش نشوف شي واحد يكتب لي الا كتب لي شي واحد ما غنبقاش انا حيت انا هادشي تيخرج ليا من الداخل. ما كاينش خص لومبالاج اللي شي واحد اللي يحطو في لومبالاج والمواضيع نهضر في هذا ونهضر في هذا جي لو دغوا، ولكن ما تناديش الناس. ما تنقولش انت خايب ولا انت ولا تنغني. واش انا صاحبي ما من حقيش نغني بالامازيغيه؟ ما من حقيش الا جيت نحيد الامازيغيه من افكاري راه حرام عليا، راه وليت عنصري فهمتي. بالعكس انا بينت للناس بانه راه ممكن الضحك مع الانسان الامازيغي، راه ماشي داك القديم اللي تتعرف ديال بغيت قشابت واسعه ما واسعاش، راه نضحكوا راه ما تنعايروش، راه الضحك راه عنده شي حاجه.
عرفتي شنو هو الضحك؟ ولا وين انت تلقى شي واحد تشد فيه تقول ليه ماك دير هكا وماك دير هكا وما تيتقلقش كاع. واسعك الا غنيت بالامازيغيه عندي الحق، انا مغربي وامازيغي، ما انا مغربي وفاسي وانا مغربي وسميتو، انا عربي كاع، من حقي ندير اي حاجه تتخصنا. ولا اللي خايب هو نادي، هو نعتب بشي حاجه خايبه، ولا نقول هاد الناس تيديروا ولا هاد الناس فهمتي. نعم. الا جينا نشوفوا هذا اخر، عرقتي. لا ما تنعرقش، انا ندير مودافيون داخل. شوف نقول لك واحد القضيه، الله مشات لي الفكره الساق بغيت نزيد نحيد زيد. شوف قبل ما يبدا الفن، زعما بغيت نقول لك قبل ما تبدا التلفازه، جات التلفازه بداو تيظهروا لنا افلام وسلسلات فيهم ملحنات امازيغي. علاش ما غاديش يهضروا الناس؟ عاوتاني تتلقى ديما شي واحد تيبغي يهضر بالامازيغي تقول لك اجي هو اش تدير كذا كذا من هنا. علاش انا بغيت نفهم هي علاش تقلقت؟ لان اجد انا نوصلوا. واش الفنان بارك على الفنانين المعاناه اللي تيعاني انه تيعطيك وتيخرج تيبيقضي غرض وتتلاقى معاه في الزنقه ويعطيك قلب ويعطيك ابتسامه ويتصور لك مع وليداتك ويمشي ويدخل دارو ما يرتاحش وعاوتاني يبقى يفكر شنو يدير لك وعصر عقل. وهذا الشيء ما تيتباعش. تنظن الناس عارفوا بان كانت النيه ديالك ما انك ماشي باش تضحك على شخصيه او منطقه او حرفه انك تطلع بها باش تهبط باش تضحك بها الناس. الميساج عارفين، ولكن ماشي كلشي الناس ما محتاجينش حنا ولكن بلا تيكون الناس ماشي كلها هاجموك، يعني كاينين راه بغيت نقول لك وما كان هذاك الكاتيجوري. عرفتي شنو اللي بقى فيها الحال؟ صافي اش غتقول لهم؟ الله يسهل عليهم، غير يحترموا الفنان صافي الله يهديهم. حيت بعض المرات بدا تيقول لي شي حد تنقرا، انا انسان طبيعي. علاش تقرا؟ ما تقراش؟ نقرا لانني خصني نقرا ونعرف شنو الجمهور تيطالب. دابا بنادم كل واحد، حنا نعطيك هذه خصك تعرفها علينا كاملين. الانسان تتهضر في الكره كلشي تيولي مدرب، لا كان عليه يدخل وكان عليه يخرج. تتهضر في الاسلام كلشي تيولي امام. اخويا انا اللي عرفت واللي سمعت. تتهضر في السينما كلشي تيولي مخرج. تهضر في السياسه، تهضر في الطب تيقول لك واحد وانا مشيت توست عنده هاكا على حبه دار معايا وكذا 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 وكذا. غير تقول لهم بغينا نمشيو نبنيو شي جامع لله ولا بغينا نمشيو نعزيو شي واحد هكا، تيقول لك اخويا انا تيولي من اكبر الفقراء. اخو والله ما نكذب عليك، داكشي اللي عندي تنقدي به. تقول لي نمشيو نتقهواو تيقول لك لا ما نقدرش. الاختصاص، نعم الاختصاص. غادي نعطي رساله، يلا عطينا باش الجمهور الحبيب اللي تنبغيه، الجمهور باش نزيدوا لقدام ما نبقاوش نرجعوا للور. نعم. انا عبد الرحمن، انت شوف الكاميرا وقولها لهم. انا عبد الرحمن ماشي فنان، ما بغيتش حتى شي واحد يعترف بيا كفنان. انا انسان عادي تندير واحد الحاجه. عندي حانوت حله تنبيع فيها السلعه، دوز قلبها بانت لك ما عجباتكش وماشي مستواك وما تقدرش تدخلها لدارك، ما عندكش الحق تعايرني ولا ما عندكش الحق حتى تنتقدني. خص الانتقاد يكون في بلاصتو. من حقك تنتقد الفنان بطريقه وتبغيه تشوفه كيف انت تبغيه، ولكن كاينه ضريبات الشهره ايكو ما تنساهاش. علاش لا؟ انا دابا خليني نكمل الفكره ديالي. عاد نشوفوا ضريبات الشهره. ضريبات الشهره تنخلصوها. راه انت الاول ياك درت معاك باش نقادو التغدا والمسائل، تصورت مع 42 كي غادي ندير نقول لهم اسمحوا لي ما يمكنش. نعم. انا اللي بغيت نوصي الناس. يلا قول. لا تبخسوا الناس اشياءهم. تا واحد راه ما عندناش الحق نكريتيكو غير هكاك، ما عندناش الحق نهضروا مع شي فنان غير هكاك. نعم. ولا ما نحملكش غير هكاك. الا ما تتحملنيش غادي تحيد، واصلا ما كاينش علاش تحملني ولا ما نحملكش. انا ما تنبيع ليكش شي حاجه. نعم. انا تندير واحد العمل الا عجبك. ما عمرني طلبت حتى شي حد انا فهمتي على شي حاجه. ما عجبكش العمل ديالي غادي تحيد لانك انت ما عجبكش، لانك واش كسكسو تياكلوا كل شيء. راه كاين خص الناس غير يعرفوا كيفاش يتعاملوا. واش اي واحد نوضوا كاين اللي جالس تيشوف لي انا طلعت في فيسبوك تيقول لك حنا راه خصنا نديروا هذا الشيء ودغيا وليتي فنان. واش طلعتي عليا شنو قريت؟ نعم. انا ما تنقولش الناس فين تنقرا ولا اش تنطلع ولا غادي تحل يوتيوب نقولوا لك واحد من واحد حتى الاخر. حياتي كلها مشات ليها في لي فيديو تنبحث وتنقلب وتندير. نعم. كيف اللي بغيت نوصي الجمهور راه غادي الحمد لله واحد النوع ديال الجمهور اللي كاين غزال تيتلاقى معاك تيقول لك في الزنقه تنحبوك لله كمل تصويره وتمشي في حاله. نعم. واحد تيقول لك شوف حنا راه وليداتنا. تنشكر الجماهير الغفيره كل اللي عندنا. اي جمهور ديال اي فنان تنشكروا على هذا المسانده، لان بلا بكم انتم حنا راه ما نقدروش. انا الا ما كانش عندي جمهور غنمرض، لانني هز معايا طاقات وموهبه خصني نفجرها. الا ما فجرتهاش غادي نقدر نقرا ليا شي حاجه ولا نحماق ولا ما نكملش حياتي. انا تشهرت ولا جات الشهره ماشي باش ندير
مستقبل ولا باش نكون ولا باش نمشي قدام الجمهور ديالي. انا درت الشهره باش نوصل ليه داكشي اللي في قلبي تيحرقني. اشنا هو موهبه ما فيها حتى ميساج، خاليه من كاع الاهداف. وهاد القصه اللي طرات هي ركوب سياسي. نقول لك بصراحه باش ما نكونش نكذب. واحد الناس تيديروا السياسه ركبوا لي فوق السكيتش ديالي وعاقوا بهم حتى الامازيغيين الله يعطيهم الخير اللي صيفطوا لي من اكادير. انا امازيغي وامي امازيغيه. راه الانسان راه انسان الاصل، راه ماشي انت اللي اخترتيه، راه انت ماشي انت اللي اخترتيه. نعم. كيف في انا الموضوع درته وكل واحد كي غادي يفهمه. نعم. انا تنجيب لك واحد الحلوه، واحد تيقول غادي يجي يحزرني بها، واحد تيقول جيبها لي باش يقضي غرضه، واحد تيقول مسكين هذا جابها لي لا شوف الناس كيدايرين. اذا الاراء تختلف ولكن ما تصدرش بها حكم. نعم. والقاعده وسميتو انا نقول لك واحد الكلمه زوينه خاصها تبقى تنزيدوها في حياتنا. سميتو النسبه ما تتكونش قاعده. بحال مثلا جا البرد وضرب 3 الناس تنقولوا المشكل ماشي من البرد، المشكل من الناس اللي فرطات. فهمتي؟ ما غاديش نديروا قاعده انني انا راه عايرت الامازيغيين. نعم. صافي دابا غادي نسد هذا الموضوع ونسدوا الموضوع. صافي انت شرحتي في عده منابر ودابا اللي بغى يفهم شي حاجه ياخذ راحته. الامازيغيين ولا اللي سميتو الاصول المغربيه كلنا حنا تنمثلوا مغرب واحد. الا مشيت انا لاوروبا تنقول راسي انا مغربي، تنقولش انا شي بلاد ولا شي مدينه. نعم. ولا فانا تنشكر الجمهور كله. وراه ما كاينش لاش نكبروا الموضوع، راه الموضوع راه عادي. والفكره الاعتزال تقلقت لانني شفت ميت التعاير وهذا الشيء وانا ما تندير والو. بنفس الوقت اللي حكيت لكم هذا الشيء غادي نكون مقلق لان وصلنا لواحد المستوى ماشي لاش جيت. تقلقت قالوا لي الدراري اش بالك؟ قلت لهم صافي ما باقيش بغيت نخدم في هذا الشيء. انا ما تنديرش الفن باش نصور منه الفلوس وما خصوش يكون عليا عاله. ماشي ندير الفن يسبوا لي والديا ونكمل. نعم. باش ندير انا تندير الفن خالص لله، تنديرو باش نضحك المغاربه، تنديرو باش الناس تضحك، باش ننصر واحد الحاجه زوينه. فاش الناس في الليل تنقول الحمد لله المهنه اللي عطاني الله تنضحك الناس. كاين اللي ما تيدير والو تيكومونتي. نعم. هذا هو المشكل لان الناس تلتزم الحدود ديالها كيفاش تعود تكتب باش تنشئوا ونزيدوا لقدام. ميرسي بوكو الجمهور كل ديال المغرب العربي. عليك وحنا معاك. تبارك الله عليكم. انا ما حتى كل شيء غادي. ولكن اسمح لي هو اللقاء مصور والله تعرقتي هكا. دابا حيت غادي نسمعوا واحد المقطع ديال واحد الاغنيه. ما بغيت نعرفك واش سمعتيها ولا لا. هاد الاغنيه اللي ديال حك ليا نيفي. واعره. شوف نستمع المقطع وهضر لي عليها خويا. حك ليا نيفي ومعنا عبر الهاتف. تري بيان هاد الاغنيه انا عزيزه عليا. علاش؟ ها انت شوف انا درت هذا الستيل. شوف خاصك تزرب لان بقى والو الخبر. انا درت هذا الستيل خاصنا ناخذ السيد ديال المجموعه. زين. انا درت هذا الستيل مع الاستاذ الكبير الفنان اللي تنحترمه كاملين اللي هو الحمد لله اللي عاوني بزاف في حياتي الاستاذ حسن الفد. شكرا ليه لانه اول حاجه عيط لي قال لي انت خطير درتي تيتانيك في 2009 اجي دير لي شي حاجه ندوزو بها في التيفي وانا ندير الملحون بالامازيغيه. ما نزاكينا ما عرفوا تحت ربما درت واش عقلتي على ديك الدار اللي رابت عليه هنا. درت كنت انا وخويا واختي تندور في النظر شويه جلسنا في هذاك الشيء كلمات وداك الافكار ديالي. وسميتو صوبتها وعطيتهم الاستاذ حتى هو عاوننا في بزاف د الحوايج. ودرنا هذوك لي بارودي حيت عجبوه جاتو فكره زوينه هو كان بغى يديرها وقال لي انت عندك الاختصاص باقي تنعقل انت اختصاصي في هذا الشيء. فهاد الناس اللي دايرين اللي داروا مجموعه بربا بابا معنا واحد تبارك الله عليهم. نقول لي واحد الكلمه اما نقولوا له السلام عليكم بعد هضر. يلا سي حمزه السلام عليكم. انت احد اعضاء مجموعه بربا بابا. كيف داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله. الوغ هاد الايام تديروا لو بوز هاد 3 ايام من خلال هاد لا ريبريز ديال هاد القطعه ديال حك لي نيفي. كيفاش جات الفكره؟ شكون نتوما يا هاد بربا بابا؟ الله يخليك. بربا بابا باش نشرح لكم الكونسيبت ديالها مزيان. في واحد الجروب ديال الدراري دي جون اللي تجمعنا على قبل باش نوصلوا بطريقه كوميديه وسلسه للناس واحد الفكره. وهذه الفكره فكره سهله بزاف. فكره اللي ضد حيت حنا سميتو في المجتمع ديالنا كاين واحد القضيه اللي انا تضرني بيرسونيلمون بزاف. هذه القضيه هي شنو هي؟ انه اي حاجه درتيها كاين واحد النوع من الحوايج اللي درتيهم خصك ضروري تكون يا اما زوين يا اما هذه. الوغ كو الموسيقى ولا التصوير ولا اي حاجه ماشي حكر على الناس الزوينين بوحدهم ولا اي واحد. فهمتي؟ كاينه كاميرا كاين هذا اي واحد يقدر يتصور اي واحد يقدر يغني اي واحد يقدر يتفلى. ماشي حكر على فئه وحده. ماشي ضروري خصك تكون غير زوين باش دير هذه. ولكن كيف نعم بربا بابا كيفاش زيد بربا بابا هي انك في من غير لو كونسيبت انها في
حنا دي جون وهذه وفي غير اوقات الفراغ ديالنا شكون اللي في هاد لي جون؟ شكون هاد المجموعه ديال باربا بابا؟ شكون اللي فيها؟ كاينين ماشي مغاربه معكم في المجموعه؟ كاينين فوالا ماشي غير مغاربه، حنا سي ان كوليكتيف، كاين مغاربه، كاين دي افريكان، كاين دي فرونسي، كاين دي كنديان، كاين وغنيتو حتى بالامازيغيه في هذه القطعه ياك ولا لا؟ حيت حنا امازيغيين، حيت حنا نعم فينا اللي امازيغيين ودونك فهمتي كنقدروا كما قلت راه كاينين كل شيء. الانسان عامه يقدر يدير اي حاجه اللي بغا، وفهمتي ماشي بالضروره اننا اي حاجه تكون عندنا عليها كريتيك نيجاتيف ضروري، حيت حنا نعم انا اي حاجه اي حاجه درتيها ضروري اي فهمتي كاين واحد شويه ديال العدوانيه لا ما خصهاش تبقى. هذه الحاجه اللي حنايا في باربا بابا ما بغيناش تبقى، بغينا بنادم فهمتي يطلق شويه راسو. وهذه القطعه لقات نجاح لان انتم كنتوا دخلتوا بواحد الفكره ان بو انتيليجونت. نعاودوا نستمعوا المقطع السي حمزه وراجعين لك مع ايكو. اذا انتم مشيتوا بهذه القطعه اللي لقات نجاح كبير، يعني كاينين دي باغودي غتبقاو توجور في لي باغودي كوم سا حمزه؟ ماشي غير لي باغودي، حنا لي باغودي لي ويب سيري اللي عندك مسلسلات صغيورين ديال 3 مينوت 4 مينوت اللي غيدوزو سوغ انترنت، واللي لي تيم ديالهم غادي انا فهمتي انا كمغربي عارف انه غادي يديروا. الو انا حبذا اننا شي نهار تجي عندنا لهنا الموزايك ونهضروا على هذا الفينومين ديال باربا بابا وعلى المشاريع ديالكم، لان موزايك هو فاتح الباب لكل الطاقات في كل الميادين يجيو ويقدموا له اي حاجه تكون زوينه وهادفه للمستمع. انت كنتي بارمي لي بروميي اللي درتي هذا الستيل ديال لي باغودي. انا غادي نقول باقي عند دقيقه خاصك سي حمزه تبارك الله عليكم. انا جاي لطنجه في الطوموبيله ديالي ما فارقنيش هذا الديسك. سمعته في الليل ما فارقنيش. انا نقول لك انا اسمح لي الا غادي نهضر على التجربه اللي دوزت، ماشي على احسن منكم ولا انا نهضر على التجربه اللي دوزت. فاش تبغي تبدل الكلمات ما عمرك تفكر انك تسيء لشي حد ولا انك تهضر على شي حاجه تجيب كل الجمله. بحال انا سمعت الديسك الفري وسمعت الكوفر اللي داروه هما. خصك بعض المرات حك لي نيفي. شحال من مره يقول لك علاش تيقولوا هاد الناس هذا الكلام ما بحثوش. هاد الناس تيقولوا حكوا لي نيفي حيت قريبه جايه قريبه. بحال من صغر سوفري ما جاتش كابر نابوليتانو جاتني فيها وانت درتي فيها في الحانوت. بحال مثلا المدينه القديمه واش عقلتي على هذيك الدار المدينه القديمه وتخيل نعمل الحلو هذيك الدار اللي رابت علينا. نعم قول لي وشحال كان عليه هاد القيمه. شنو نقول؟ قول لي وشحال كان فيه هاد السيمه. فهمتي تجيب داك الشيء قريب وفي نفس الوقت تهضر على الموضوع. الوغ اللي بغيت نقول لحمزه برافو. علاش؟ لانني انا موسيقي وكوميديان. اسمع نقول لك نحكم عليك بالموسيقى اللي تنعرف. هاد الاغنيه رديتوها غير بهاد الامازيغيه اللي درتو باش عرفتي. راه انا عندي الدم ديال الامازيغ في الموسيقى الامازيغيه كاينه وهي قريبه شويه للتشاينا قرابه سميتهم. فعجبني كيفاش دخلوا ذاك الميزان ديالهم. وهما قالوا اكادير كيف انا شبع عليا الموسيقى ديالي عجبتني. فراسك انا فقت الصباح راه تنقول الحقيقه هي اليوم وبقات تدور ليا في راسي. تدور لي في راسي اغنيه خويا نالت الاعجاب ديالي انا 100%. تبارك ما كرهتش شكون شاركت معكم فيها وزدتكم افكاري فيها وما كرهتش. هيا لا نعطيك التليفون ديال سي حمزه ومن بعد وقيله دوا مع لاجون ديالي. المهم لما كانش حنا هذا هو اللقاء اللي بغينا نديرو. حمزه يعني فنان والله الا اغنيه ما بقى والو. اغنيه واعره غادي نستمعوا المقطع عليها. حمزه نحييك من خلال هذا المنبر والمجموعه ديال باربا بابا، واكيد غنرجع لكم ونديروا شي لقاء قريبا للمستمعين باش نهضروا على لو ستيل وهذا الشيء اللي تديروا. اوكي سي حمزه بارك كاين شي باغود بغيتي تضيف شي حاجه لان دابا الموجز اخباري. قول لي حاجه واحده اللي بغيت نزيد. جونغ الناس كاملين كاع المغاربه اللي هما حنا كاملين يلا دغيا لان ما بقى والو. زيد دغيا ما غاديش نطول عليكم. بغيت نحيد واحد شويه ديك الشويه ديال العدوانيه وداك الشويه ديال دوك لي كريتيك نيجاتيف اللي تيجيو ديريكتوم غير تحت شي حاجه خاصك تكريتيها نيجاتيف. نعم حيت هذه المساله هذه تخلي انه بنادم انفو تعطيه نتايا بالخيب تسد على راسو ما غاديش يزيد لقدام. الا بغينا نزيدوا لقدام. داكور الميساج وصل. نعم دونك طيح شويه تكصح كملها ولكن نوض وزيد كمل طريقك. باش نمشيو كاملين لقدام ان شاء الله. شكرا لك حمزه. انت احد اعضاء مجموعه باربا بابا. ما بقاش الوقت لا والو امبوسيبل. بروفيسيونيل هما غناو تبارك الله عليك تبارك الله عليك. اذا مستمعينا الكرام راجع لكم الان بعد موجز اخباريه.
l'invité de Mosaïque. ماشي الحضره هذه. تبارك الله عليك. فين ترتاح انت؟ يعني في التلفزيون انت تحط فيديو على اليوتيوب ولا انت تكون في المسرح قدام الجمهور ديالك؟ في سؤال ما عمرو طرح لي غزاله السؤال. ترتاح فاش نكون سور سين. بالنسبه للالقاء نعم فاش نكون سور سين. يعني شنو هما الحوايج اللي تدير قبل ما تطلع لاسين من غير ذكر الله والقران وداك الشيء ولا بدا؟ هذه هي الاولى. يعني عندك شي تقاليد ديالك انت ايكو تديرها قبل ما تطلع لاسين، تديرها ويبقاو يشوفوا فيك عيب الله يقول هذا احمق. هو كل مره كنتكونسونطرا، بعض المرات تنبقى نعاود النكات ومجموعين عليا الدراري التكنيك ديالي الصطاف تنضحك معاهم، بعض المرات تنجلس بوحدي تنتفكر شي حاجه، ولا بعض المرات تنسمع لشي اغنيه من بعد ما تنسالي المسائل ديالي تنبقى نسمع شي اغنيه بحال هذه الاغنيه اللي غادي نقدروا ندوزو من دابا شويه. شنو هي اغنيه؟ سيبيل كان ديال ديك اغنيه تركيه. غادي تلقى فيها راحتي تنسمع ليها، تنضرب شي لعيبه، تندخل لشي بلاصه تنبقى يعني تنشوفوك انت تبارك الله عليك تتعزف بصوتك وبيديك، يعني انت فنان عصامي يعني. لا قالوا لي عندك واحد الطوموبيل مفروحه، عندك واحد الطوموبيل عندك بحال هاز فيها كل شيء، يعني حوايجك الماتيريال ديالك الكلارينيت والساكسو، يعني السلهام مانطا مخده. علاش في الطوموبيل؟ انا هادشي كنت هذا من واحد الناحيه. هاني بترجع لواحد الفكره قلتها قبيله، انا تنبغي نعطي للناس وتنزل لهم الهم، ديما تنزل لهم، ديما تندير كل شيء في طوموبيلتي. علاش؟ عندي فرماسيان في طوموبيلتي فيه جميع الادويه. عندي ما ديرش مول الحانوت في الطوموبيل؟ عندي ضروري دير كل شيء. عندي واحد عندي تنزل واحد القط ديالي تا في الطوموبيل. عندي الطاره، عندي الطر الدربوكه، يعني عندك الطرب خراشو؟ صور انا محيد. جاوبني، عندك الطرب خراشو؟ محيد عطيني كاس كنسخن لك هاتي. محيد رويضه سكور وداير بلاصه طاره. حيت بعض المرات تضربوا لك جوج رويضات خصك باش تقصر هذيك الطاره بعدا على الاقل راه تبقى مونس بها تيجي تجيب باناج. انا عزيز عليا نزل الات معايا في الطوموبيل. يكون انت فنان عصامي، يعني كيفاش تعلمتي على الايقاع؟ هكا خرجت انا تنحب الفن، عاطي الفن كل شيء، جلست مع ناس استفدت منهم. انا جبت لك الايكو الايكو هو هذا الساكسو هذا ديالك. ها هذا ديما ما هزو، هذا ديما هزو في الطوموبيله وما بغيتش نجيبوه غير. لا 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 هذا تيبقاو مواهب ديالي خاصه. ايوا حنايا دابا حنا المواهب ديالك حنا بغينا كذلك الجمهور اللي ما تعرفش ايكو اللي تي خارج الوطن. تعرف بانني يلاه بديت في الساكسو، ماشي انا حيدت الكلارينيت. مي انت بديتي بالكلارينيت او لو بون كلارينيت اللي تيدير سميتو كلارينيت. تعلمتي في جامعه الفنا؟ فين ما جامعة الفنا راه مدرسة كبيرة. ياك جامعة الفنا راه مدرسة كبيرة بزاف، راه جاو ليها الناس من الامريكان داروا فيها الحلقة وجاو ليها الناس، فهمتي؟ نعم. راه جامعة الفنا راه مدرسة. هذا بغيت نسولك، أول كاشي ديالك اون طونك بروفيسيونيل ايكو، أول كاشي خديتي شنو درتي به؟ شريت به بيسي. ولكن عرفتي فاش في 2003. قرب الميكرو باش يسمعوك الناس. في 2003 كنت خدمت في واحد الفيستيفال في الدار البيضاء. حطيتي فلوسهم في باقي ما مشهورش ديك الساعه، حطيت ولقى نجاح كبير. هذيك طلعت وتعرفوا عليها الناس ديال المنطقه وصافي. نعم. شريت بهم بيسي نعم. وكنت نشري الماتيريال، تنشري دربوكات، تنشري كمانجه باش نقصر. ودابا ملي ولات عندي السياره الحمد لله تنهز هادشي كل شيء، تنكون غادي في الزنقه بحال البارحه. عاودوا لي قالوا لي الشرطه ديال مدينه طنجه تتقلب عليك لانك درتي الفوضى البارح في الشارع. خرجتي وديتي تتغني وتتلعب الساكسو مورا 12 الليل. الجيران في شارع الحريه كلهم خرجوا تيطلوا شنو صحبوا شي عروسه ولا عريس دايز، وقلت انت يا خرجتي بالساكسو وقررت انك نعم قررت لي واحد السيده علاش جيتي لطنجه، واش عندك شي عرض هنا ولا هذا؟ قلت لها لا راه عندي الراديو. قالت لي اين راديو؟ قلت لها تستر غندوز شويه ضربني الريح. عرفتي بقات تضحك. قلت لها واش سمحوا لي برزتكم، انا راه غير تنضحك. نعم. بعض المرات تنجبد الطاره، تنجبد اللي لقيت في الطوموبيل تنجبدو ندير شي ضحكه مع الناس وهما تيعرفوني شنو تنطلع الطوموبيل. ولكن انا تفيقني بال 12 الليل بالساكسو بخير احسن من 12 اخويا ال10 12 انا راه كنتي ناعس حيت باش توجد. نعم ماشي ناس ايكو كل مره. امتى تيجيك بالليل بالسكوات؟
بالليل حتى تكون الصوت ديال الثلاجه تسمع ديك هو ماش تنخدم صوت الثلاجه حمر فراسك. واحد القضيه تنديرها راه في شكال تنسمع الموسيقى بلا ما نطلقها. هذه خطيره خصو الناس يجربوها. تسمع شي حاجه عزيزه عليك في الداخل ديالك. انا وقفت كاع معاك دابا انت لا شي وقفتي شويه علينا. ليكون ما كون هاني وليكو غديروا بصوتك. لا ما غاديش. اذا الضيف ديالنا هو ايكو. التحقوا بنا عبر صفحه الفيسبوك هاشتاغ موزايك. ولكن قبل ايكو على ما تساوي الساكسو ديالك بغي نقول من بين الضيوف اللي غيكونوا غدا لقاء حصري مع الفنانه اللبنانيه. تتعرف ديانا حداد؟ جارتنا كاع. جارتك؟ جارتنا جارتكم ديالنا حتى دويلي راه تنعرفها ملي كنت صغير. السيده راه زعما تبارك الله راه ياك. اذا ديانا حداد غدا ان شاء الله غادي تكون ضيفه ديالنا ولقاء حصري على ميدي ان. كان معنا واحد المزيان ياك شنو هو؟ تصور معنا نقول لها دير معك سيلفي. واخا نديروا سيلفي مع الفنانه اللبنانيه غتكون الضيفه ديالنا ونستمعوا ليها الان. اذا موزايك معنا مالك حطيتي الساكسو جبدنا ديانا حداد كعيتي صافي. لا ديانا حداد هذه موهبه غنفخم. ديالنا حداد ديانا حداد اللي خرجت الالبوم ديالها يا بشر اللي باقي ما دارت له باقي ما وقعت على الالبوم. وديانا حداد هذه ثاني مره لان تتهدي لي فان ديالها هذا اللقاء بعد ما دارت لا فيستا وكان اول مره على ميدي ان. دابا تاكل الحلوه ولا غادي دير شنو تدير اكليغ شوكولا هذاك يعني دابا غتاكل ولا غادي تعزف؟ داك الشيء اكل شوكولا صحابي واش كانت شي عرس ولا عليهم داك الورد وبقى صح تنقي فيها داك بصحتك هذيك لا كريم. يلا تنحلي. نبغي نذكر المستمعين حنا مع لقبوك بامير الفكاهه بالمغرب. عجبتك هذه ولا لا؟ اللي بغاو انا ديالهم ها انا ديالهم هما ديالي لقبونا كاع في السبيطار. السبيطار. واش انت هكا داير حمق في الحياه ديالك؟ الله يسهل لك على الوالده ديالك الله يخليك. امين. الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار. الله يرحم جميع المسلمات يا ربي ترحمها ماما منتصر يا ربي اللهم امين. الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار. امين يا رب العالمين. وكاع امهات ديال المغاربه وامهات كاع ديال المسلمين. وصافي غتبكيني دابا قول لي الله يرحمها لك. يلا جاوبني على السؤال. واش انت حمق هكذا مفروح؟ هذا هو اللي بغيت اللي جبتي انت عندك الدواء ديالي في راسك. ولكن غنقولوا واحد الحاجه للمستمعين انا وياك حاجه تنقسموها اللي كل فاتح سبتمبر غنعيط لك ونقول لك بون انيفرسير. نقول لك جويز انيفرسير لان تزانينا في نهار واحد ماشي في سنه. انت اكبر مني ثلاث سنين ولا 4 سنين. كبار. المهم بيناتنا المهم اننا تزادينا في نهار واحد. عندك شي 50 عام تشوفني تشوف بعينك. قلت تبارك الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. اذا نزيد اللهم بارك وزيد في ذلك وحفظنا من المعالي ومن البشر الخيب. وهذاك الشيء راه ضروري غادي يحفظنا. قول لي يا ايكو دابا ما تخليناش نسمعوا لك ساكسو. ما جاوبتينيش واش انت حمق مفروح ولا تتلعب دور انك حمق مفروح؟ دابا البارح حنا نهضروا على البارح. البارح هذا الساكس تنضرب به خرج من طوموبيلتي. اذا ماشي ما يمكنش غادي دير هذا الشيء. البارح غادي نلونسي العشاء فسميتو. قالوا لي في المطبخ ديال الفندق انك درتي لهم الفوضى. سكيت ضحكنا معاهم هكاك داير. تنبغي الناس اللي لقيتو تنضحك معاهم ولكن من قلبي. ولا شي واحد توقف عليا قال لي قول لي تنتعصب ولا قال لك شي ما تتعصبش. عمرك شنو يقول لك عاود لي اخر نكته؟ تنقول له واش في راسك اخر نكته؟ تيقول لي لا. تنقول له حتى انا نهرت في راسي غادي نفرص عليك. اذا الساكسو وغادي تلعب لينا على اي حاجه بغيتي. بقى معنا وبقاو معنا مستمعينا الكرام. الباطو وصل. يلا تفضل ايكو. زيد لي في الصوت شويه. زيد في الصوت ما تسمعش الموسيقى في الكاسك عندي. بغيتك دير لي دابا درتي التعريضه ديرها لي بوحدها بلا الموسيقى ديال جيفان على شفت لي كون لا دير دابا بلا لي كون انت يا صافي دير لي انت ديالك انت تسمع عندي مجهد. ما تخافش ها سير. اسمحوا لي الله مبتدئ. نعرفناك مبتدئ. يلا الالات معجب بهم تنهزفهم. يلا ايكو الضيف ديالنا. يلا
جلت صافي جلت بلاتي زيد. فراسك هذا السكت هذا ما مساويش بعدا. مي سي با غاف، المهم حنا تو جوي لو جو، قلنا لك لعب لينا لو تروك وقلتي ما بغيتي نقلب لك عليا هنا بلاتي اجي دير الكاسك خاص. ديالك. شوف هنا راه مضروب عرفتك ليا. دابا عندنا لك واحد المفاجأة ولكن مساويش، واخا دير الكاسك دير الكاسك دير الكاسك دير الكاسك صافي تخشع. السمس اللي هو فين. دير الكاسك دير الكاسك دير الكاسك. معنا فنانة محبوبة وهي الآن ولات بنت مدينة مراكش لأنها تتعيش في مراكش، وملي كنا تنحضروا البرنامج قلتي لي ما كرهتش من بين الناس اللي يتكلموا عليا هي هدى سعد. علاش تعجبك هدى سعد؟ تعجبني هدى سعد، حيت زوينة. تعجبني حيت عندها الصوت. نعم عندها صوت كبير وصوت غزال تيطربني. نعم. واحد البحة خطيرة. ياك. هي مخلوقة هكاك، ما عندها ما نبدلوا فيها ولا نبدلوا لها شي حاجة، وعندها قلب وتتعيط ليا وتتبع داك الشيء وتتقيسني بشي حوايج ديالها وتنحماق انا وياها. هي تعاود لك عليا، انا وياها تنغنيو الهنديه تنغنيو الحماق. إذا معنا الفنانة المغربية هدى غادي سعد. تسمعنا شي حاجة؟ أنت تسولها. سير انا شنو اسم المقام بغيت؟ وخلي بعد تقول السلام عليكم المستمعين. لا 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 لا. يلا بيناتكم هدى سعد وإيكو. عقلي وكيسطيني. سيري يا غربة. حرام عليك هاد الطبقة ايكو. طلعتي لي الطبقة، هبط لا قام شوية. طلعت. يلا خذي راحتك انا معك. لا ايكو خليني نهضر معك السلام عليكم اعزائي المستمعين. أرى اليدك سوي. خلي مرحبا بك إذا الله يبارك فيك. هدى سعد، مرحبا بك مرة أخرى، في انتظار أنك تكوني قريبا ضيفة ديالنا وبالجديد ديالك في موزايك. إيكو سمعتي شنو قال لك تيبغي الشخصية ديالك، تيبغي الفن ديالك، تيبغي حتى الحماق ديالك. شنو انت تقولي، شنو تيعجبك في إيكو؟ اولا ايكو شهادتي فيه مجروحه، حيت هو فنان محبوب عند قلوب كل المغاربه سواء داخل الوطن او في المهجر. سبونتاني، اللي في قلبه على لسانه، كريم، مرضي الوالدين، تيبغي الدار ديالهم، وهذا الشيء هذا كيقيسني انا بزاف لانه تعذب بزاف في المشوار ديال حياته، والحمد لله بالصبر والثبات قدر يوصل، لانه مميز، لانه ما كررش شي حاجه اللي دارت، لانه خلق واحد ستيل خاص به واللي طبعا الجمهور المغربي يحبوه من خلاله. انا طبعا ايكو كتجمعني به صداقه يعني قويه بزاف واخوه. كنجتمعوا يعني بغض النظر على المناسبات الفنيه اللي انا ملي كيتاتى لي الفرصه باش نحضر لها، كنتلاقاو في الدار سواء عنده او عندي، كنجتمعوا جمعه عائليه كنغنيو فيها، كناكلوا كنضحكوا، كنهضروا في مشاريع مستقبليه وكنساو من بعد. ياك ايكو؟ هي شفتي انت هي اجي شفتي انت كنتي حضرتي السبيكتاكل ديالو كان في مراكش ولا فين شفت السبيكتاكل ديالو؟ فين هو غادي يقول لكم في شتاتة يقول لكم غايقول لكم الضحكه ديال هداك الساعه هي اللي كتسمع في عرفتي تكون خدام تنسمع الضحكه ديالها مجهده، وعرفتيها هي كاينه تنعرف ديما. عرفتي علاش؟ لانها تصور واحد الانسانه مسكينه جات من تركيا وكان عندها باقي تزيد نهار اخر في تركيا باش ترتاح، وداك الشيء خدات الطياره غير قالت لي على انت السبت، قالت لي زعما خدمات الجمعه وطارت عندي السبت. عرفتي جات الطياره نزلت مع 8 ما كالت، ما الله يسمح لي من حقها مسكينه، وقفت عليا السبيكتاكل، دخلت لقاتني بديت بشي ربع ساعه.
ولكن وكلني ايكو ملي سليمه عرض عليا وداني وكلني وما نعم. كانش كاينه واحد الحاجه اللي لاحظنا في ايكو انه كاينين بعض الممثلين او المغنيين او اللي تيكونوا فوق الخشبه يعني هو تحظي يعني الجمهور اللي حاضر، يعني حاضر الحركات ديالهم، يعني شي واحد يدير يدو في جيب ولا يحاول يهضر في التليفون ولا ما متبعش معاه يقدر انه يتكلم معاه مباشره. هذه لاحظناها فيك. علاش؟ لانني من الصغر ديالي اكتسبت هذه التجربه. فاش تنكون في الحومه تنضحك بزاف الناس، تنقول لها تافيه وخدام، وتعاود نقول لها راه قابلني واش انت تجرى لك هذه مع الجمهور. تنكون خدام نقول له سير تستخرى واجي نكمل باقي صغير. من بعد مع الجمهور تنكون عارف وتيقول لي شي واحد تيكذب عليا تيقول لي بقيت حتى الاخر، تنقول لها اجي راه خرجتي لقيتها فين مشيتي للطواليت ولقيتها فاش رجعتي ولقيتها فاش نضتي بدلتي البلاصه تتفرشهم ولقيتها لدرجه اني تنعرف شكون اللي بدل البلاصه في السبيكتاكل لانني تنكون خدام عينيا تيشوفوا ولكن عقلي ما كاينش. وبعض المرات تنفيق من وسط هذاك الشيء وتنقول لا خصني نرجع لايكو. تنفيق تنبغي نشوف اش واقع. نعم. داك الشيء اللي تيخليني نامبروفيزي في الجمهور تنشوفه. فعلا شوف منتصر، كل ما كنعرفوا بان المهمه ديال الوومن شو او الهيموريست مهمه صعبه بزاف. نعم. لانه بنادم اللي كيجي يحضر، الجمهور اللي كيجي يحضر مختلف سواء في البيئه ديالو ولا في الشخصيه ديالو ولا حتى في الطريقه ديال التفكير ديالو. نعم. باش يجتمعوا بضحكه واحده من شخص يعني عنده واحد المهمه اللي هي صعبه جدا. هذا انا كنحييه عليها لانه ماشي سهل انك تضحك بنادم بهذاك الشكل اللي كيضحكنا به ايكو، واللي تجتهد كذلك، لانه ايكو بغض النظر على انه فنان كوميدي وانما موسيقي بالدرجه الاولى. هذا هو السؤال اللي غنطرحه لك الان. هو شفناه بانه في عده حفلات انه تيغني كي تيجيك الصوت ديالو. ايكو صوته رائع جدا، وانا كذا مره اقترحت عليه انه يقوم بعمل لما لا يكون عمل ترفيهي، ولكن في نفس الوقت ايكو عنده طاقه صوتيه جميله جدا وعنده واحد المعلومات موسيقيه رهيبه. انا ملي كنبقى نجلس معاه وتيبدا يعاود لي على الهندي وتيغني لي الملحون وتيغني لي الاندلسي، جميل جدا يعني برافو عليه. وانه هذا كنعتبرها بان اضافه ليه. نعم. اضافه كتزيد كتخليه متميز اكثر بالمقارنه مع الناس مع الفنانين اللي في الكاتيجوري ديالو اللي هما الكوميديين. نعم. شكرا لك الفنانه ديالنا المحبوبه لاله هدى سعد على هذا التدخل الجميل. شنو بغيت تقول لي قبل ما نخليوها تمشي لان هي مشغوله على قبلت انا فراسك وقرب الميكرو. هدى سعد راه اختي وانسانه تحس بها وتنحس بها، وانا مولوع بالاغنيه ديالها ومولوع بصوتها. تغني اللي بغات تغني صوتها خطير جدا وعندها قلب ومفروحه. راه ما عارفينهاش الناس. غادي نجرها لشي عمل بقى يضطري بيا هدى راه غنجرك لشي حاجه. راه حمقى والله لا حمقى مفروحه وحق الله غادي. ولكن تنغني انا ويا الهنديه في السنسور. انا عباد الله ما فاهمين والو. ولكن مقات حتى ورقتها يا سلام عليها. شوف وزائد واحد وبوغوصه والله لا عرفتي راه تنعرفها لا القفاط اللي تتلبسهم راه تتشرفنا خويا في المغرب. شكرا لك هدى سعد العمر ديالك الله يخليك الوالده ديالك. كنشكر جميع المستمعين الاوفياء ديال ميديا موزايك، وكنشكرك منتصر على هاد الاستضافات اللي هي طبعا جميله جدا، وكنتمنى لك التالق في المستقبل ديالك ان شاء الله. وهو شوف راه صوب لك واحد الورده بالبابي موشوار، صوب لك ورده هاي من بعد تشوفي اللقاء هو هداها لك والله لا صوبها وتعليك ورده بيضاء يعني. شكرا لجميع الفنانين المغاربه. الله يحفظك. شكرا الله يحفظكم. شكرا لك. اذا غنديروا معك وقفه موسيقيه. انت تتموت على الاغنيه التركيه واختاريتي هذه الاغنيه اللي قلتي شنو تدير فيك هذه الاغنيه؟ غنسمعوا لها الان. اغنيه زوينه وسمعتها معايا حتى هدى سعد واحد النهار وقالت لي غزاله اسمع روح كاينه فيها شي حاجه حيه في الموسيقى. قدمها انت كمذيع على ميديا. هذه أغنية تعود إلى مدينة تركيا، نشأت في تركيا. مغنية فائقة جميلة، لها صوت عذب ورنان. اسمع الله محبت ايش المشاكل الاغنيه؟ مسالمه بحالك الان انت. اسمع دخل غتدخل. اسمع
Şimdi Galata'da bir meyhanede قلت لك قعيد وزعلت الشحال هذا كوصلار وقينا في البشر خاصو كبير ارتحال هذا. اسمع واحد باش نقراو شويه الموسيقى كيفاش توزعت. اسمع واحد نقطه، اسمع الله صم. اذا غنستمعوا ليها، وتحيه لهذه القطعه الجميله اللي تناديها اختاريتي للمغاربه كاملين وكل مستمعي كل المستمعين. الاغنيه تناديها للطاقم ميديان. اسمعوا اذا القطعه سميتها غالاتا، والمغني والمغنيه سيبيل كان وهلال سيزاي. L'invité de Mosaïque. الله عليك. ونبغي نذكروا المستمعين بان هذا اللقاء مصور، وحنا معكم الجزء الاخير من برنامج موزايك. غدا تكون معنا في لقاء حصري الفنانه اللبنانيه ديانا حداد، ونهار الخميس غتكون معنا لميا الزيدي اللي غادي تصدر الالبوم ديالها الجديد من موزايك. الالبوم ديالها الجديد هو الرساله. ايكو لبستي طابليه بيضاء ديال ميدي ان فيها اللوغو دو ميدي ان، علاش حيدنا اولا نعرف علاش دايرين هاد الطابليات؟ علاش؟ ايوا حيت الناس ديال المانتنونس باش ما يوسخوش حوايجهم يلبسوا الطابليات. جيتي كي شي طويب ولا مول الحليب؟ فهذا زوين. لا باقي تقول شمولاتي كاو الناس بصح داري غنجبدها ليا انا. لا بالعكس. فكلنا الحمد لله كل واحد تخلق بالمهنه ديالو، وكل تيزاول المهنه ديالو. نعم. حنايا تندوزوا على المهنات وتنضحكوا. هذا ما تنقيسوش الناس، لان كل واحد فينا ضروري. نعم. فكاين مولانا اللي هو مول كل شيء الحمد لله. لا اله الا الله. قول لي. نعم الولد. كنتي تتمنى تكون طبيب؟ كنت طبيب بديت تسمع. وانا كنت انت راه بشويه راه انت طبيب. انا طبيب نفساني بعدا، حتى تدخل البهجه والسرور والفرحه والقلوب الناس. هذا معروف. راه هي اون ثيرابي، يعني ماشي كل واحد يقدر يضحك الناس، ياك ولا لا دكتور؟ فهذا اللي قلتي دابا جو سوي تري كونطون زيد ديتر كوميديان. خصك تعرف بانني تندير طبيب، والناس اللي تعرفني في الزنقه ملي تلقى شي مرة تبكي ولا شي بنت تبكي ولا شي ولد عنده شي مشكل، نعم، تندخل تنهضر معاه، تنهضر بالمعقول واخا تنمثل، تنجي نهضر معاه وتنبين ليه شحال من حاجه ونوقف معاه تيفرح تيقول مسكين في ايكو جا، وتلقى شي وحدين مخاصمين تندخل، تلقى شي واحد عنده شي مشكل تنعاونو. كيف في هاد اللعيبات هادو تنوقف تنشد في هادو، راه في الفنانين كاملين وفي المغاربه كاملين انا تنديرهم بطريقه كوميديه، تنوقف على بنادم تدخل. واحد النهار شي جوج تيتخاصموا في سميتو عجبني داك الشيء، ندخل الوسط تنقول التربيه ضربات مكلاس، تنغوت انا معاهم، الناس تضحك حتى هما بداو تيضحكوا، عنقتهم بجوج تسامحوا ومشاو. ايكو ولدي يقول ياك لا باس. انت طبيب دابا، لابس طابليه بيضاء. دابا انا جيت لعندك باش داويني، غنقولوا انت دونتيست، نعطيك انت طبيب اسنان. عطيني سميتو جينيرال. جينيراليست. يعني شنو؟ انا غادي نجلس فوق الطبله بحال اللي جيت لعندك طبيب، ولا انا جالس انت خاصك تجي لعندي هاك. بغيتي هذا اللي غنديروا به السيلفي؟ نديروا سيلفي معنا. نديروا السيلفي هو الاول عاد نشوفوا. عندك ولدي شنو عندي؟ تجيب لي جوج تصاور باش نشوف وجهك الكريم. وغادي شوف غادي نعطيك واحد الريجيم اللي هو دكتور. شوف دابا الدكتور تيعطيك الريجيم وهما تيديروش. تتعرض على شي دكتور، تحيه للدكاتره صحابي والدكاتره اللي ما تنعرفش، تحيه كل واحد واخد هذه المهنه على العاتق ديالو، انها مهنه مهمه ومهنه صعبه. نعم. وشكرا لهم اللي تيصبروا لينا، حيت شحال مره تشتي تبقى تعاود ليه كل شيء، فإلا لقيتي اللي تعاود ليه فالحمد لله. شكرا للاطباء والمجهودات اللي تيقوموا بها في العالم العربي. بل من تدخل عند شي طبيب تيقول لك شوف جلس تتجلس، سميتك راه عندها علاقه بالمرض في راسك ياك. قول سميتك، بحال دابا احمد ديما سخانه تيجي على قبل السخانه. وفاتحه ديما تجي على قبل سميتو تيكون عندها المصران. شحال من فاتحه تلقى عندها المصران. عبد السلام المعده، واش تكون سميتو عبد السلام تلقاه تيقسي. واللي ما عنده عقل سميتو
عبد الرحمن بحالك انت والله إيكو. الا شحال واحد سميتو عبد الرحيم تتلقى حتى هو بزاف عبد الرحيم ساكن حتى هما. واش تقول الناس تيقولوا لك حماق، تقول لهم لقيت راحتي في حماقي؟ انا هكا داير يقول اللي بغى يقول، بالعكس ما تنتسوقش انا اللي بغى يقول، انا غير ما تنبغيش شي حاجه تفوت الحد ديالها، قول اللي نعم. بغيتي ما تقيسنيش. ما نقيسكش. نعم. المهم نعم. نرجعوا نرجعوا. نعم. الدكتور دكتور عندك وليدي. نعم. بلاتي خدام انايا باقي تنقرا مزيان. غادي نعطيك واحد الريجيم غادي تستعملو اللي هو ولدي، عندك اللحوم الحمراء لا باقيش تاكلها حيت غادي تضرك، زائد الدجاج عطيه باتساع، الحوت غادي يدير لك الاليرجي تا هو لا تاكلوش، الحلاوه ولا داكشي بعد عليها مزيان، واخا تكون في الدار خرج انت ما تبقاش الا كانت الحلاوه في الدار، زائد هادشي ديال ليجي ما باقيش تاخذوا، المناضه ايوا يا سيدي بقى يد وانت الدكتور هي بقى يد تيسير بوحدو حتى هو لا تاخذوش حيت غادي يدير لك لي غاز. الماء عندك تشربو راه حتى هو قبل من الماكله ولا بعد الماكله؟ هادشي قلت لك ما تاكل لا الحوت لا اللحم لا الدجاج لا البيض العصير. واش ناكل قطنيات؟ انا غادي نقول لك ما تاكل والو دابا، غادي يبقى لك في الماكله كلها التيسير حتى هو ما تاكلوش حيت غادي يدير لك شي حاجه في الكرش ديالك اللي غادي تخليك عندك مشكل ديال الذهاب والرجوع في الكولوار، ماشي مشكل، غادي يبقى لك التيسير بوحدو حتى هو لا باقيش تاكلو. الماء الا شربتي وانت فيك الجوع يقدر يدير لك شي حاجه. انا غادي نعطيك واحد الكارت فيزيت ديال داك السي الحفار تيحفر قبر في 2 دقائق ويصاوب لك قبير في الغوز ولا فسميتو، وهو هذا هو ما تاكلش اللحم ما تاكلش الدجاج ما تاكلش واش بغيت ناكل. انت عزالك الماكله؟ الطبيب ضروري. شنو هي الاكله المفضله عندك؟ الاكله المفضله عندي هي الماكله، اي حاجه تتكل ناكلها حتى ندخل حتى نتشا. انا عزيزين عليا سميتو شي حاجه حلوه. الحلاوه بحال هاد الحلوه الانرجي. كاين معنا فنان مغربي ولد مدينتك محمد فركوس مباشره على التليفون. اسمه محمد عبد الله كريم محمد فركوس عبد الله. ودابا تلفتيني بدا سي عبد الله فركوس، مرحبا بك على ميديا. انت يجبد لك الطبيب ويجبد لك وانا نتلف الريجيم واش تي راسك بغا يدير لك الريجيم بغا ينقصك من الماكله. داكشي عبد الله فركوس داكشي اللي كاين. اش اخبارك؟ لاباس عليك اخويا، وحنايا فرحانين انك معنا مباشره على ميديا ومعنا عبد الرحمن من عيطوا عليك من عيطوا عليه من الدراري الزوينين اللي كنفتخروا بهم، من عيطوا عليه والله الا عيطوا عليا قال لك راه كاين البرنامج كذا بغا يدوز يكون معاك كذا ولا كما الله ودي هذاك صاحبنا وخونا وكل شيء تما. نعم خونا صاحبنا وكل شيء تما. نعز عليه الحلاوه نعز عليه الحلاوه. اذا ما تاكلش الطنجيه ديالك دابا انا تنهضر معك وبارك تيدير لي سيلفي دابا. ياك شنو اللي تعجبك في الفنان ماشي في عبد الرحمن، الفنان ايكو، يعني الستيل ديالو ديال اللي تيوصل به الرساله ديالو سواء في التلفزيون او على اليوتيوب او على المسرح السي عبد الله فركوس؟ وبيني وبينك حاجه اللي كتعجبني في السي عبد الرحمن هو مرضي فمو ومرضي الوالدين ومرضي في صحابه ما نساش صحابه. نعم هذه اللي جميله جدا. اما الفنان الانسان تيكون فنان لابد يوصل، واخا يوصل دغيا واخا يوصل معطل، ولكن اللي زين في ايكو هو مرضي الوالدين ووقف طريقه وداخل سوق راسه وخدام. نعم. المهم هذا هو المهم. نعم شي نهار نشوفوه معك في شي فيلم، لانه بغيت نسولك لانه لحد الان تبارك الله عنده المواهب وعنده ما يقول، وكاينه بلاصتو سواء في المسرح او في السينما ولا حتى في التلفزيون، يعني علاش مازال ما عيط له حتى شي واحد؟ لا كاين دابا كاين المعنيين وان شاء الله واحد الفيلم مشترك ما بين فرنسا والمغرب. في مثلا عبد الله فركوس وفضيله بن موسى وايكو. هذه هشام بهلول. ايكو غادي يكون 7 سيمانات في باريس وشي 7 سيمانات في المغرب. تبارك الله. عبد الله هذا خبر زوين، هذا خبر زوين. عبد الله
نعم أستاذ. شكرا اخويا على الاتصال ديالك، شكرا على لابي ديالك. انت خيرك سابق وانسان اللي اخلاقه سابقه ودرتي وصلتي الناس السينما المراكشيه بحقها وطريقه، افلام كوميديه زعما اللي ونهار الجمعه جي عندي الكوليزي راه كاين الفروج مع السبعه العشيه العرض الاول ضروري. شنو كاين شي طنجيه الفروج باش عنده واحد المحل خطير تيدير فيه الطناجي. لا عرفتو عرض علينا ملي كنا في المهرجان ديال مراكش، ساعه ما كانش عندنا الوقت باش كاين الفيلم غادي يكون في سينما كوليزي العرض الاول ديالو هو ان شاء الله، ونهار 11 غادي يكون في القاعات المغرب كله ان شاء الله. شوف بغيت نقول واحد الكلمه في حقك اخويا عبد الله. الله يطول عمرك. شكرا لانك كنتي واحد النهارات ما غاديش ننسى لك، عرضتي عليا باش نجي لواحد الفيلم وانا ما كنتش مسالي، ما بغيتش نجي هو الفروج، ما بغيتش نجي ندوز معاك ونتقلق ونمشي في حالي ولا نتعصب. لا الحاجه اللي بتقلق ما كايناش، الانسان ما تيمشي. شوف سبحان الله ما مشى، كانت امنيتي نتجمع معاك في شي فيلم لانك غادي تعرف القوافي المراكشيين بحالك باش نزيدوا في هذا الضحك ديال هذه البهجه وهذه المدينه اللي خرجت فنانه وناس كبار الحمد لله دابا في الساحه. وعيط ليا وكيف ما طرا ليا معك السي منتصر ما بغيتش نجي عند فركوس، حشمت نمشي عنده ونضحكوا ونجي. بغيت ندير معاه عمل اللي نرضيه حتى هو. حتى هو عنده واحد وها هو جابوا الله هذا الفيلم هذا اللي غادي نصوروه كما قال لك في فرنسا وما بين المغرب انا وفرحت دابا لانني جمعني عمل مع ولد مدينتي فهمتي. فضيله بن موسى فضيله بن موسى غادي يقدر يعاوني بشي حاجه، يقدر يزيدني شي حاجه، نقدر نحس بالراحه وانا حداه. واكيد الفيلم غادي يلقى واحد النجاح كبير لان تبارك الله انتم عندكم الجمهور ديالكم وعندكم. عرفتي واحد اللقطه ما عمرني ننساها، شفت هو باش طلعت واحد القضيه سبحان الله المراكشيين عندهم شي علاقه تجمعهم مع الام ديالهم. نعم سبحان الله العظيم الحمد لله كاع المغاربه. انما متى تشوف في الافلام ديما فركوس دير ولد مو نعم. وهذا الشيء ما عرفناش مناش، والله ما عرفناه مناش، وراه كل شيء من الام. نعم نعم. اللي زوينه سيدي عبد الرحمن اخويا كاع الفنانه تقريبا من حمد الزاير كان مالي فمو، عقلتي طاهور كان مالي فمو، ايكو مالي فمو والحمد لله. شوف وما تنساش دابا راه كاع الفنانه الحمد لله اليوم ما كاينش واحد تنسمو اللي ما تيديرش الخير فمو راه ما يديروش في براني. نعم هادشي اللي كاين. الله يخلينا الامهات ديالنا. شكرا لك سي عبد الله فركوس كنتي مع اخويا عبد الرحمن. باقي تسالي الطنجه ديال الوالده قلتها لي دابا نجيب لك الوالده اخويا راه شوف راه يتخلص والله يا ودي بالعكاش. دافونس اخي انا نخلص اخي. شكرا لك خويا عبد الله فركوس ومبروك على الفيلم ديالك الفروج اللي غادي يخرج في القاعات السينمائيه قريبا. عندنا مكالمه اخرى لان مرحبا في المهرجان ان شاء الله. مرحبا لو 20 في المهرجان الوطني للفيلم المغربي. شكرا لك. ومعنا فنان اللي ابى كذلك انه ولا بدا يقول كلمه في حقك واخا الوقت يدوز بسرعه معك ايكو. مرحبا. هو امير علي. السلام عليكم امير علي. امير علي اكبر كومانجي يعرفوا التاريخ في العالم. اذا منتصر وخويا ايكو والمستمعين ديال هذا البرنامج الغزال موزايك، والله العظيم الا صافي بليزير ملي سمعت انا ايكو تما قلت والا بدا سنين. مرحبا خويا غزال ما تحكم شنو شفت. مرحبا خويا مرحبا. قول تفضل امير علي. في قلبه عرفت بلا ما يقول عرفت. لا ولكن نقول الناس اللي ما تعرفوكش. نقول لي انا هو بعد اللي عيط نستقبلوا اللي حنا في واحد الاذاعه اللي فيها الحمد لله كلشي تقدر تقولوا. واخا مرحبا. امير علي ماشي ما خصوش يكون موسيقي اكثر ما يكون عرفتي تبارك الله ما عمرك شتيه مباشره. لا ورا صاحبي ترى هو خصو يكون حدا بدر هاري هذاك يدافع حتى هو على سميتو. تدافع على الفنانه وتدافع عرفتي وجودي بحال شي بوكسوره صاحبي. لا تبارك الله عليه. تبارك الله الله يزيدو. وتا هو ممثل وشوف الصبيعات ديالو داز معايا في الفيستيفال زغير. لا هي عرفتي هذاك امير علي رد لك كمان جاب يرد فاعل وطار شادهم ليه شي حد. عرفتي داير واحد كمان جا فيه دقيق ديك الكتريك صافي بهاد النوبه بغى يجيب شي واحد شاد ليه من الفوق واحد شاد ليه من تحت هو تيعس في الوسط. نعم. اذا اليوم صدر عصام كمال الاغنيه ديال القطعه الاخيره ديالكم امير علي لي زونفون دادام دادون. نبغي نقول لك شنو تبغي تقول على ايكو لانه هو بدا يهضر عليك وتلفنا دابا. وايكو بغيت نقول عليه اولا فنان اللي تيعترف بالجميل، لان كاينين الناس اللي عاونوا بزاف ديال الفنانه مثلا وقفوا مع بزاف ديال الفنانه. مثلا نعطيك اكزومبل الحاج يونس شحال من مغنيه ومغني هو سببهم باش بانوا في التلفازه وكذا. ايكو تيعترف بالجميل بحيث ملي كتذكر له مثلا هو بحال حسن الفد تيقول لك هذاك خويا الكبير وبا وامي وكل شيء فيه هو حسن.
وايكو لا كوميدي ديالو انا عشتني كان ماشي على حاجه كنفوح ولا شي حاجه لله، انا مغربي حر، ولا كوميدي ديالو كيقبلها المثقف والغير المثقف، ما عندوش كوميدي ثقيله على القلب وباسله. نعم. ونهار وانا كيبغى انا بغيت نقول له شوف، هذا الميدان فيه حفاري فيه ثغرات، ما عمرك تقول غادي نحبس الفن، صافي بغيت نسالي من هذا الكوميدي او الممثل، لان غتحرم اولا المغاربه منك. المغاربه تيبغيوك، ماشي المغاربه عنده جمهور تبارك الله واسع، يعني حتى في الجزائر وفي تونس. في تونس عنده لي فان ديالو. اخويا امير ومتواضع ومرضي. الله يحفظك اخويا. الوالده علاش دخلت للمغرب. نعم. الله ما يمشيوش يحيى الامه في علاش كل شيء من جوج. نعم واخا. نعم لان الوقت ما بقاش يسمح لي. امير علي شنو بغيت دغيا، لان خاصنا نقول لك واحد الحاجه اخويا امير، واحد الاغنيه جديده ديالو دغيا لان ما بقى والو غنساليو باش نضحكوا بالمعقوليه. عيط لي بدر هاري قال لي شوف راهي الا فتي تعتزلتي غادي ننزل لك لمراكش وصافي راه بلا ما نكمل لك. قلت لي صافي منع صافي. وحنا بغينا نقولوا لان حاولنا نتصلوا بدر اغي ما كتب. شكرا لك اخويا امير علي والتوفيق، وغنسمع الاغنيه الجديده ديال ايكو حصريا ياك. ما عمرني دوزتها بشي هذه اول مره. لا هذه اغنيه خرجتها مني متى، ولكن ما عمرني دوزتهاش بشي اذاعه. سميتها هذه الاغنيه يا زماني. يا زماني. تبارك الله عليك. وحصريا لاول مره تنسمعوا مستمعينا الكرام الايكو. لا 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 يا لي الله لا لا لي تجيني هكا نبدا نغني. لو علمت الدار بمنظرها. غندور لك على العالم في اغنيه بجميع المقامات. لو علمت ميدان راديو منظرها لاستبصرت مقالة واستبشرت قالت أهلا وسهلا أهلا وسهلا بأهل الجود أهل الجود والكرم والكرم أهل الجود والكرم أهل الجود أهل الجود والكرم أهل الجود والكرم 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 وأهل الجود درت واحد الفكره غزاله وغادي نعطيها لك كادو للمستمعين ديال ميديان. مرحبا الاوفياء. نعطيها لك شديت الشعبي وانا نديرو في الاندلسي. يلا ايكو ضيف موزايك اعاده الحلقه الواحده صباحا على ميديان. انا العلوى وما ليها وصو الله اللي فيها نعم أهواه ذابحني أنا ردت أبي شراه بس لو يسامحني أنا رجع لطيارة هداك كان صوتني عنده لا بقيت وخا يوزني بريال ويزيد ريال لا ريال ويزيد واحدة من الفوق ويزيد هذه ساعة مبارك عراولي زين الجبل جيبوه بالغيطة والطبل عراولي زين الجبل جيبوه بالغيطة والطبل فرج على كل شكل عراولي زين تتن تنهب التلفاز حولي الله والقميص حولي الله ميديان حولي الله الراديو حولي الله منتصر حولي قميص حولي الله التلفاز الله انا تبارك الله على ايكو. والوقت داز معاك تيطير. تنشكرك على الاغنيه الجميله اللي هديتينا.
تصير زين. ونبغي نشكر الناس اللي تفاعلوا معنا من خلال صفحه شكرا لكم. المنيا التروسي، شيماء المجيب البوتينه، ايوب عليلو ايوب ومنتصر. ومعنا كذلك شكرا الناس سميره عبيد، ضياء الداودي، عبد الرحمن الودراسي. اذا وعدنا لك مكالمه هاتفيه. قول الو، ما عرفناش شكون اللي معنا. الو، ما عرفناش شكون اللي معنا. الو ايكو. الو، انا امك الكبيره. السلام عليك. هاي كي دايره؟ لاباس؟ واش تعاودي؟ تبارك الله عليك. هاك يا عمي والله شتيتي. قولي ناكل نجيب راسقي ونبات تاكل ونبات العاشرين. شكون هاد السيده اللي معنا في هاد الهاتف؟ السيده الام ديال الصديق ديالي. نعم، هي الام الكبيره. هذا صاحبي سميتو موتشو، كان في ايطاليا، دابا في ليكيب ديالي، هو الشيف دوركستر ديالي. لا الام ديال سي موتشو. مرحبا بك على موزايك. سماك الله. لا معك منتصر. سماك الله. كنسول على ايكو ولدنا عمر لي الدار ومرضي. نعم. ولد الخير. نعم. وكيعمل الخيريات. نعم. وكيعاون الناس. نعم. وهاد الناس اللي كيجحدوا فيه نعم راه زعما ما بيهم حتى شي حاجه، راه بيهم على الحسد. واخا لا مسكينه الله عمر الدار. نسينا الحاج هذوك. الناس وكينشط الناس ومرضي الوالدين بزاف. نعم. الله يحفظك يا امي الكبيره. لا يخطيكم. شكرا لك الحاجه. وحنا وصلنا لنهايه البرنامج، وادعي معاه والله يعاونه والله يقويه، وادعي مع كاع الفنانه وكل المستمعين والمغرب العربي. اذا ايكو باقا دقيقه نقول شي حاجه. لا قول شي حاجه. شنو هما المشاريع المقبله؟ كاين الفيلم قريبا اللي غتصور، كاين ان شاء الله ولي سبيكتاكل اشتاتا باقي غادي يمشي لكندا ان شاء الله. لكندا. وباقي غادي ندير واحد السبيكتاكل اخر جديد اللي هو سميتو غادي يكون حلال. السميه ديالو حلال، غير تنفترض باقي يعني تنصوب فيه باش يكون كبير، فيه الموسيقى، فيه كل شيء. نبغي نذكر من الضيوف اللي غيكونوا معنا الاسبوع المقبل الفنانه اللبنانيه ميكايلا، نستمعوا لها وراجعين لكم باخر كلمه مع الضيف ديالنا. اذا نبغي نذكر المستمعين بان نهايه هذه الحلقه اعاده ديال الحلقه ان شاء الله الاسبوع، ماشي الاسبوع، هذه الليله مع الوحده غدا تكون معنا ديانا حداد. شنو تبغي تقول لي فان ديالك والمستمعين ديالك باش نساليو هذا اللقاء؟ شكرا لكم، نتمنوا نكونوا ما تقلناش عليكم. الحمد لله راني جيت، استقبلوني الناس احسن استقبال، ما خلاو ما فرطوش، زعما تبارك الله عليكم. تنقول شهاده حق في قلوبكم. مرحبا بك اخويا. مرحبا بك. قبل ما نسكن في هذه المدينه، الله يخليكم ديما بحال هكا خدامين بهذا النقل اللي عندكم، بهذه الافكار اللي عندكم على اللي زدتوا عطيتوها لا راديو باش تبينوا باحسن، باش يجي الانسان يرتاح بحال داخل لوطيل. الحمد لله. تنشكر لي فان ديالي كاملين، وحتى اللي ما تيبغينيش غير يحاول يفكر شويه، راه غادي يلقى شي حاجه اللي تقدر تجلبه. وبالنسبه للناس اللي عايرونا ولا اللي تيعايروا الفن، فالله يسمح لهم غير يحاولوا كيفاش يهضروا، يبدلوا المعيور بكلمه اخرى. تنشكر كاع لي فان والمستمعين الاوفياء ديال ميدي ان راديو وبرنامج موزايك، وتهلاو ليا في منتصر. راني نمشي نخلي لكم امانه. شكرا لكم الطاقم اللي مورا الجزائر. وحنا اكيد غادي نتلاقاو انا وياك باش نحتفلوا عيد ميلادنا اونصومبل لو 1 سبتمبر يلا ان شاء الله. شكرا لك ايكو. تنتمنى مستمعينا الكرام انكم استمتعتوا معنا من خلال هذا اللقاء. تهلاو في راسكم. اعاده هذه الحلقه غدا ان شاء الله. غدا غادي تكون معنا ان شاء الله الفنانه اللبنانيه ديانا حداد.